مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم. هذه حلقه جديده معكم مع الناس. في حلقه الليله ان شاء الله نفتح ملف تبوير الاراضي الزراعيه المصريه، خاصه في منطقه الدلتا التي تضم اجود الاراضي الزراعيه المصريه، والتي تهددها اخطار عده لا تبدا فقط من تاكل اطراف الدلتا تحت وطأة المياه المالحه في البحر المتوسط، ولا تنتهي بتحويل الاف الافدنه من اراضي زراعيه ممتازه الى تجمعات سكنيه عشوائيه للاسف في غفله من الرقابه والمواجهه والردع. فمتى تبدا مواجهه الدوله لمن يقومون بتبوير الاراضي الزراعيه؟ وكيف نحافظ على الرقعه الزراعيه التي نمتلكها ونعمل على تعظيمها، سواء باستصلاح مساحات جديده او بتحسين انتاجيه الارض القائمه. الأراضي الزراعية المصرية وجريمة التبوير المستمرة، عنوان جديد لحلقة جديدة ونقاش مفتوح إن شاء الله. نتمنى أن نوفق في هذه الحلقة ونضيف لحضراتكم بعض الأمور المفيدة في هذا الموضوع. كالمعتاد نبدأ جولتنا الإخبارية المعتادة في بداية الحلقة من اليوم السابع. السيسي يعيد القاهرة لقلب بودابست. رئيس وزراء المجر بمؤتمر صحفي مع الرئيس. نستقبل ضيفا خاصا يبني وطنه بالحرية والاستقلال. مصلحتنا استقرار مصر ومكافحتكم للإرهاب. تحقق أمن أوروبا ونثمن حماية الدولة للأقباط. بعد سنتين من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجر، بينما كانت مصر تناضل للخروج من الأزمة التي صنعتها جماعة الإخوان الإرهابية وحلفاؤها عقب إطاحة الشعب المصري بها في ثورة 30 من يونيو، يعود السيسي لبودابست اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة من رئيس وزراء المجر. تأتي زيارة الرئيس السيسي للمجر في إطار سعي مصر المتواصل لمد أواصر العلاقات مع الدولة الصديقة والحليفة على امتداد العالم. فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر رحب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن اللقاء يعد خاصا واستثنائيا، وأنهما سيلتقيان غدا رؤساء وزراء دول فيشغراد لبحث عديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. من مبتدأ عبد العال يطالب النواب بتفعيل الدور الرقابي على الحكومة. قال دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إنه طالب وزيري التخطيط والاتصالات بالانتهاء من الكارت الذكي لكل مواطن ليتعاملوا به مع كل الجهات الحكومية لضبط الأداء وترشيد الإنفاق في جميع المجالات. وطالب عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين أعضاء البرلمان في كل محافظة بتفعيل الدور الرقابي على الحكومة وفرض رقابة قوية لضبط الأسعار من خلال الهيئة البرلمانية لكل محافظة بتفعيل تلك الرقابة وتشكيل لجان خاصة بذلك. الشروق نتابع منها ترامب عن اتصاله بالملك سلمان، أمور مهمة تحدث. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث هاتفيا الأحد مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث السلام في الشرق الأوسط. وأضاف ترامب في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الاثنين: تحدثت أمس مع ملك السعودية حول السلام في الشرق الأوسط، أمور مهمة تحدث. كان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن ترامب أجرى اتصالات هاتفية مع قادة السعودية والإمارات وقطر، وأنه تناول خلال محادثاته أزمة قطر، مضيفا أن ترامب أكد أهمية وقف تمويل الإرهاب ورفض الفكر المتطرف. من اليوم السابع، وزارة الصحة تحذر من عقار مغشوش لعلاج الالتهاب السحائي. أصدرت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة منشورا دوريا متعلق بالغش التجاري بضبط وتحريز ما قد يوجد بالأسواق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية، وذلك للعبوات المغشوشة والمقلدة من مستحضر كيفاديم 1 جرام فيال للحقن الوريدي. وقالت الإدارة المركزية للصيدلة إن العبوات المغشوشة لون الغطاء أحمر غامق وغير مدون عليه كلمة فليب بوف، وكمية البودرة أقل ولون البودرة أبيض، ولا يوجد بروز عند لمس رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج والصلاحية، والنشرة الداخلية أصغر في الحجم. من الشروق، وزير التعليم الإعلان عن النظام الجديد للثانوية العامة بعد التأكد من قضائه على الدروس الخصوصية. شوقي التفاوض مع البرلمان والحكومة لرفع مرتبات المعلمين. قال دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الوزارة تعمل حاليا على تصميم نظام تقييم بديل للثانوية العامة بالتعاون مع خبراء في هذا التخصص وخبراء من مؤسسات ودول سبقتنا في هذا المجال.
وأكد الوزير في تصريحات صحفية له اليوم أن الوزارة تراعي مخاوف أولياء الأمور من أي نظام جديد للثانوية العامة، مشيرا إلى أنه لن يعلن عن النظام الجديد للثانوية العامة إلا بعد التأكد أنه سيقضي على الدروس الخصوصية ويعيد التعليم إلى المدارس. وأضاف أن الوزارة تسابق الزمن حاليا لبناء 28 مدرسة تعمل بالنظام الياباني وتدريب المعلمين بها، فضلا عن التفاوض مع الجانب الإنجليزي لإدخال مناهج مدارس النيل في مدارس اللغات، وعددها حوالي 700 مدرسة. آخر الأخبار في هذه الجولة الإخبارية السريعة من موقع صدى البلد: وقف قرار إعلان نتيجة وظيفة كاتب رابع بالنيابة الإدارية ولجنة لرصد التجاوزات. أصدرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا بإيقاف القرارات الإدارية أرقام 260 و261 و262 لعام 2017 والخاصة بالمسابقة رقم 1 لسنة 2016 على أن تشكل لجنة بعضوية 3 من مستشاري النيابة الإدارية، وذلك لفحص صحة إجراءات المسابقة وضوابط ومعايير الاختيار، وكذلك تحديد صحة ما أثير من وجود مخالفات قانونية بشأن اختيار المعينين. كده بننهي هذه الجولة الإخبارية السريعة، نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نبدأ معكم الحديث في واحد من الملفات المهمة التي تواجه مصر في هذه الفترة وربما لسنوات ممتدة في الفترات السابقة، ملف تبوير الأراضي الزراعية خاصة في منطقة الدلتا. بعد قليل نبدأ معكم الحديث في هذا الموضوع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في أيام قليلة نجحت الدولة المصرية في استرداد حوالي 2 مليوني فدان من الأراضي المملوكة للدولة كان بعض الناس يضعون أيديهم عليها بدون وجه حق. الأمر الذي يفتح الباب أمام سؤال آخر: ماذا عن الأراضي الزراعية التي يجري تبويرها على مدار الساعة وتفقد مصر بسببها أجود أراضيها الزراعية في الدلتا وفي الصعيد وغيرهما لتقوم مكان الزراعة فيها أشجار من الأسمنت؟ هل ستظل وتيرة التبوير المتسارعة حتى نفاجأ بأننا خسرنا الرقعة الزراعية تماما؟ وهل نرى في الأيام القادمة توجها من الدولة نحو الطرق بيد من حديد على أيدي الذين يقومون بتبوير الأراضي الزراعية والبناء عليها؟ هذا هو العنوان الذي ننطلق منه في حديثنا في واحد من الملفات المهمة التي ترتبط بقضايا كثيرة جدا سواء اقتصادية أو اجتماعية داخل مصر. أرحب بضيفي الكريمين للحديث في هذا الموضوع: مهندس حسن شعبان نائب نقيب الفلاحين السابق. اهلا بك يا باشمهندس. اهلا وسهلا. ورحب بنا بضيفنا الكريم دكتور خالد عبد العزيز عياد الاستاذ بمركز البحوث الزراعيه. اهلا بك دكتور خالد. ابدا معك دكتور خالد، وهو السؤال يعني يكاد يكون لحضرتك والباشمهندس، لكن نبدا معك لعله يكون عند حضرتك معلومات موثقه. يعني ايه الاسباب اللي بتدفع او بتخلينا نشوف هذه الصوره السلبيه، تبوير الأراضي الزراعية أو تآكل مساحة الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا؟ بص حضرتك، المسألة دي ابتدت يعني نقدر نقول مثلا بقى لها 50 سنة أو 100 سنة. حكاية هي ابتدت تبوير من ساعة ثورة 52 وتوزيع الأراضي على الفلاحين. دي كانت بدايتها، وكانت ابتدت الناس الخمس فدادين خدوا من الراجل الغني وفرقوا 5 فدادين، والاخر تقلصت الرقعه الزراعيه دي وزادت الاعداد. كل واحد بيحب يعني ينام جنب او يسكن جنب عيلته، وتحولت طبعا العدد زاد جدا، وتحولت الرقعه الزراعيه لمباني خرسانيه عشان تستوعب الزياده في السكان. وما كانتش ملحوظه قوي، يعني ما كانتش ملحوظه بالقدر الكافي، وما كانش عندنا قوانين تمنع ده او تهدم ده. لان القوانين ابتدت تقول لك ايه، طبعا اي قوانين بتيجي كانت قوانين سياسيه، ومجلس الشعب دايما منه ناس عايز يدافع على اقليه معينه. يعني ظاهره مثلا وضع اليد دي قانون عجيب جدا، يعني هو قانون عرفي يناقض كل القوانين ويناقض كل الدساتير، انما سنه بعد سنه القوانين العرفيه دي اصبحت اشياء مسلم بها. يعني ايه مثلا واحد يقعد في ارض، وارض ملك الدوله او ملك الغير، والاخر انا واضع يدي عليها وانا عايز تقننوا لي، والحكومه يطلب من الحكومه انها تدخل له مرافق، وبعد كده بقت امر واقع، يبني عليها مباني وبعدين يسكنها اي ناس قرايبه ويجيب ناس قرايبه، ويبقى الوضع كما هو عليه. طبعا دي كارثه.
ده حتى في الاراضي اللي في الدلتا والوادي يا فندم، ما هي في الاراضي في الدلتا والوادي ولا الاراضي الصحراويه فقط؟ لا 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 لا، ده الاراضي الصحراويه ده موضوع تاني خالص. التعدي عليها ده نقطه نتكلم فيها. احنا بنتكلم دلوقتي على الدلتا والوادي. ان الدلتا والوادي كان زمان الناس بتنزح من الريف للقاهره. النهارده بقت في ظاهره غريبه جدا، الناس بتنزح من القاهره للريف لرخص ثمن الاراضي وتحويلها الى مباني خرسانيه. وبقت العدد زاد جدا. تحول الريف المصري الى مناطق شديده العشوائيه، مش عشوائيه، شديده العشوائيه. كنا زمان بنروح مثلا نلاقي الريف دوت يعني ترعه وبط بيعوم بشكل الريف المتعارف عليه. النهارده خش اي منطقه ريفيه هتلاقيها منطقه عشوائيه شديده العشوائيه، منطقه يعني فيها كل انواع العشوائيات. والاراضي الزراعيه طبعا الترعه دي اتعملت، في ناس بنت على الترعه ديت، في ناس حولت الاراضي الزراعيه بتاعتها لمباني عشان تستوعب الزياده السكانيه الكتير جدا اللي بتزداد سنه بعد سنه، لان كل واحد عايز يسكن جنب اهله. فطبعا ومفيش سكن، الرقعه السكن مش موجود، فتحولت هذه المناطق الى كتل خرسانيه عشان تستوعب. تمام. يعني دلوقتي ممكن اوجز الكلام اللي حضرتك قلته في نقطتين: ثوره 52 وتفتيت الملكيه الزراعيه. ثانيا قانون وضع اليد اللي حضرتك بتتكلم عنه، انه ده قانون اتاح ينافي الدساتير، ينافي الدساتير، واتاح فرصه كبيره جدا لشكل من اشكال التغول على الاراضي الزراعيه. ده غير في حاجه تاني انا عايز بس يعني لو في وقت اكلم حضرتك عليه. في انا بس كنت عايز الدكتور باشمهندس حسن يشاركنا الحديث المبدئي، لكن لو في تفاصيل تانية طبعا. يعني مثلا في قانون نزل دلوقتي قال لك والله اي حد بيبور حته ارض مثلا 5 فدادين يضربهم في 10، يعني مثلا يروح يزرع مثلا 3 اضعافها يستصلحها. ده قانون غريب جدا. لا مش فاهم، معلش تاني. بمعنى النهارده في قانون من 2016 قال لك والله الناس اللي بنت على الرقعه الزراعيه احنا مش قادرين نطردهم، مش كل الناس قادره تطردها. فعقابا ليه يروح يستصلح. يروح يستصلح. طب يستصلح فين؟ أنا الانتاجيه اللي تستوعب ده هيستصلحها في المناطق الصحراويه؟ هل الانتاجيه المناطق الصحراويه عشان تدي انتاجيه مش اقل من 15 سنه 20 سنه؟ القانون معلش، القانون بيقول اللي بور مثلا فدان يستصلح 5 أفدنة في أراضي صحراوية. في أراضي صحراوية. ده قانون كانت 2016. والقانون ده غريب جدا، مر ازاي رغم انه ده منافي للدستور. دستور تقريبا مش عارف رقم 29 ولا ايه رقمه ايه، انا مش متذكر اسمه، انما ده منافي. انما ازاي واللي ما يستصلحش، واللي ما يستصلحش ال5 أفدنة ولا هيعملوا معاه حاجه، ولا هيعملوا معاه حاجه، شويه غرامات وخلاص وتقنين اوضاع وخلصت الموضوع. قانون وضع اليد ده قانون تقنين الحراميه انهم يسرقوا. يعني النهارده المخالف لو انا عارف ان انا مثلا هامن العقاب، خلاص احط وضع هنا، اجد شقتك واسكن فيها ويبقى الوضع كما هو عليه، والحكومه بتدخل لي مرافق وتدخل لي حاجات كده، بخلي الحرامي بديله فرصه انت اسرق وتعالى بقى ادينا. بس المفروض انه بيبني بعد تراخيص بياخدها من مجلس محلي او يعني، ولا بياخد تراخيص ولا يعني تعالى حضرتك شوف كل في كردون مباني محدد. يعني بص حضرتك بعد ثوره يناير سيبنا من ثوره 52، بعد ثوره يناير العمليه زادت عن حدها بطريقه غير عاديه. يعني في الاولويه اتبنى قصور واتبنى عمارات وابراج وسكنت. اللي اتشال منها على فكره اللي قال لك مثلا 30,000 مخالفه ولا 500,000 مخالفه، ده 10% من الموجود. بتبص تلاقي الناس في محل راح يديله كام طوبه، طوبه من اللي هو يتبني تاني، وبعد ما الناس تمشي بيروحوا بانيين الطوب تاني. طيب عشان الباشمهندس حسن يشاركنا الحديث بدايه برضو، اهلا بك مجددا. وراي حضرتك ايه من حيث المبدا كده بشكل عام؟ انا هقول لحضرتك حاجه. طبعا الاسباب الحقيقيه اللي دكتور يعني خالد محق بتخلي هذه الظاهره موجوده عندنا في مصر. دكتور خالد محق، المشكله بدات واستفحلت من بعد قانون الاصلاح الزراعي في مصر سنه 52. لكن هو الحقيقه انا عايز اوجز الموضوع. غياب الدوله وغياب الاجهزه الرقابيه الجاده. انا لم ارى في حياتي على مدار قرن الدوله غائبه عن الموضوع ده خالص. اي نعم. الحقيقه كان الريف المصري لغايه الستينات، اوائل الستينات، كانت البيوت الريفيه لها نمط مصري معروف اللي هو البيوت المبنيه من الطين. كان حلم الفلاح المصري انه يتملك مبنى من الخرسانه والطوب. يعني عشان حضرتك تبقى عارف، امل الفلاح المصري انه يتحول البيت ده اللي مبني من الطين الى مبنى خرسانه، هي ده بدايه المشكله الحقيقيه. الاعتداء على الارض الزراعيه بمباني ملوثه للبيئه. يعني لما حضرتك تبص كده، الله، هو فين كان بيوت القدماء المصريين
من زمان. احنا دايما شفنا معابد وشفنا اهرامات، طب فين ملايين القدماء المصريين اللي عاشوا في الدلتا وفي الوادي؟ بس هنا الدولة هتدخل في الموضوع ده، تقول للفلاح اللي عايز يبني ما تبنيش بيتك بالشكل ده، خلي بيتك زي ما هو بالطوب. لا 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 لا، انا عايز اقول لحضرتك الني او الطوب الاخضر. لا بالعكس، الحقيقة كانت الدولة يجب انها تعمل مشروع متكامل، رؤية متكاملة. اولا احنا النهاردة بنعاني من سوء التوزيع السكاني او الجغرافي للسكان. كان يجب على الدولة انها تكون بعيدة النظر، وده اللي احنا بنأمل فيه النهاردة واحنا بنستصلح الاراضي اللي هنستصلحها، سواء 1.5 مليون الموزعين على مساحة الدولة. لازم كانت الدولة تبص للمستقبل وتعمل قرى بديلة. القرى البديلة في الظهير الصحراوي، يعني احنا النهاردة في محافظات مغلقة ملهاش ظهير صحراوي، زي مثلا محافظة الغربية. المحافظة الغربية كلها خضرة. طب اعمل ايه؟ الاصول ان انا اعبر النهر واجي في الصحراء الغربية واختار واقول دي محافظة الغربية الجديدة، واخد بال حضرتك، وابتدي اشجع الناس إيه يا جماعة ما تعتدوش على الارض الزراعية. اولا اللي خد ارض بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي لا يملك تغيير النشاط يا فندم. كان يجب ان يكون هذا البند واضحا. انا النهاردة اديتك 5 فدادين، ملكتك 5 فدادين للنشاط الزراعي، لا يمكنك بأي حال من الأحوال تغيير النشاط. هذا مخالفة صريحة للعقد اللي انت خدته بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي. طب هنا إذا أذنت لي، احنا ممكن نفصل ما بين الفساد اللي أشار ليه الدكتور خالد مشكورا في تغول أصحاب النفوس الضعيفة في تبوير مساحات كبيرة واستثمارها، وبين الفلاح البسيط اللي أسرته بتكبر سنة بعد سنة وأولاده بيشتغلوا معاه في الأرض، فهو محتاج إنه يبني بيت تاني أو تالت علشان عياله يكونوا معاه؟ بص حضرتك، موضوع الترابط الأسري في الريف المصري هي مشكلة يجب مواجهتها. أنا النهاردة لما يكون عندي أراضي شاسعة في الصحراء والفلاح ده هيعتدي على الأرض الزراعية، أنا مستعد أعمل دراسة، ودي واجب المحليات. الحقيقة الفلاح نشجعه إن هو ينزح من المكان ده، وإلا ده هينتقص من الثروة القومية. يعني كل اعتداء النهاردة على الأرض الزراعية السمراء في الوادي والدلتا هو طعنة والحقيقة للثروة القومية. لكن لغاية هذه اللحظة أنا شايف إنه المحليات غايبة نهائيا. الرقابة أولا، كل الأراضي الزراعية والكردونات اتصورت تصوير جوي. المسح الجوي حدد الكردونات من فترة طويلة. فبيتعمل كل كام سنة؟ والله أنا مش عايز أقول لحضرتك رقم معين، لكنه هو جاري على طول التصوير الجوي، بدليل إنه أي مخالفات بتترصد جويا. يعني لو أنا محدد كردون قرية وحصل اعتداء وتجاوز الكردون ده بيترصد، بس ما بيتزلش. يعني هو ده ساعتك بيبقى مشروع. يعني الرصد الجوي ده بيبقى مشروع وانتهى. مشروع ايه؟ مصروف عليه، واخد بالك، ناس بتاخد حوافز، احنا رصدنا كذا كذا كذا، انما مفيش تفعيل. لكن خلص المشروع والفلوس. ما بيتعاملش مع المخالفات يعني. لا خالص. انا عايز اقول لحضرتك الحقيقه الدوله تصرفت بمنتهى الحزم والقوه في استرجاع الاراضي من الناس اللي ما كانوش مقننين اوضاعهم. انا اعتقد دي المساله اللي هي الاخيره. انا اعتقد انه بنفس الحزم الرئيس الحقيقه بيعمل تحت مبدأ معين، العدل والحفاظ على الثروة القومية. دي أراضي مصر كلها. يعني النهاردة اللي اعتدى، اللي خد أرض عشان يزرعها واعتدى عليها، لا، أنا أقف معاه، تعالى أنا هنزع الأرض دي منك، هاخد منك العقد ده تاني، أنت خالفت شروط العقد. وممكن أدي لك أرض في الصحراء، بس أنت غير مصرح ليك بالاعتداء على الأرض السمراء. أيوة، بس الحسم والحزم اللي الدولة المصرية اتخذته في خلال الشهرين أو 3 الأخيرين دول كان بسبب ان الرئيس نفسه هو تحمس للموضوع او تبنى الموضوع بشكل مباشر. لما قال انا عايز اخد تمام في نهايه الشهر بانه كل المخالفات تم ازالتها. شوف حضرتك، الدوله ما اتحركتش الا لما رئيس الدوله. ما هو للاسف نمط الحياه السياسيه في بلدنا لا يتحرك الجهاز الحكومي
الا باشاره من السيد الرئيس. الحقيقه المسؤوليه اللي بتوضع في ايدي بعض الناس هم مش على قدر الكفاءه ولا القدره على ان هم ينفذوا الصالح للدوله. انا هقول لحضرتك حاجه، جانبي الدائري يمينا ويسارا مباني شاهقه مقامه على اجود اراضي محافظه الجيزه مثلا، خاليه من السكان بمنتهى البساطه. لو حضرتك استقصيت من اين لك هذا؟ مين ممكن يبني عماره 15 دور ويسيبها فاضيه الا اذا كان مش تعبان في الفلوس؟ هذا نوع من غسيل الاموال حتى يا فندم. لا هو سؤال، هو ليه انه يبني هنا ولا لا؟ ملوش. لا يا فندم، هي ارض زراعيه. ارض زراعيه. واخد بس هم عملوا ايه بقى بالنسبه للكباري دي؟ عملوا طريق، ده هو عمل الطريق ده، الحكومه عملت طريق دائري. فهم استغلوا الطريق الدائري، شقع طريق دائري، عمل طريق يوصله للعماره بتاعته مخالفه، يعني طريق رايح جاي، ده ناهيك عن الحوادث اللي سببها الطريق دوت. وبنى عماره وحط فيها احبال غسيل كده مش مسكونه، وبعدين يوم ما بيحصل المخالفه زي ما بقول لحضرتك بييجوا يعملوا ايه؟ بيهدوا له طوب احمر، مش بيهدوا عواميد. بعد ما بيمشوا بشهر بيروح مرجع الطوب الاحمر تاني بتواطؤ من المحليات. بتواطؤ من المحليات. فانا عايز اوضح لحضرتك حقيقه، اذا كنا هنقاوم فساد، اذا كنا فعلا هندير امورنا بمنتهى الحسم والصرامه، الموضوع محتاج انقاذ ثروه قوميه. يعني كده من كلام حضرتك وكلام دكتور خالد كده المشكله او الجرس يعلق في رقبه الدوله فقط لا غير. لا يا فندم، لا الشعب مشارك فيه. طبعا. بس في حاجه عايز اقول لحضرتك حاجه، المعلومات اللي توصل للجهاز، الدوله على مدار السنين او اكتر من 50 سنه مش عايز اقول تغض الطرف، شايفه المساله قدامها. لا هي المساله زي ما بقول لحضرتك ما بتتحركش بشكل ايجابي. لا هو فساد متراكم، بمعنى النهارده مجلس الشعب لما بيتعمل وحكومه تبص تلاقي مجلس الشعب ده عشان الرشاوي الانتخابيه وعشان دايرته تلاقيه بيدافع عن الغلط. انت لا تملك سياسه ثابته واستراتيجيه ثابته للدوله بقالك 100 سنه. طيب يبقى هي مشكله دوله، مشكله سياسه. ما هو السياسه دي عشان تعملها لازم يشاركك البلد فيها. بمعنى ان انا بقول للجماعه يا جماعه انا هعمل سياسه كامله، زي موضوع الدعم اللي حصل الايام اللي فاتوا الناس شاطت فيه. انا هعمل سياسه، السياسه دي هتيجي على بعض الناس وهنستحمل شويه لان في الوضع كيت وكيت وكيت. المصارحه والمغالطه في المعلومات او المعلومات المغلوطه اللي بتوصل للرئاسه فوق ما بتتيحش للجهاز التنفيذيه انها تقوم بشغلها. يعني انت بتقول النهارده ان الحكومه قامت والجيش قام هد نسبه قد ايه؟ ايه المعلومات اللي وصلت له عن المخالفات دي كلها؟ نسبه 10% ساعتك. الاستراتيجيه او الرؤيه دي يا دكتور غايبه من 52. غايبه. يبقى هي المشكله دلوقتي مش مشكله حكومه حاليه او مسؤولين حاليين، مشكله ممتده، رؤيه الدوله المصريه تبنتها لا تغض الطرف. مش 52. مفيش مصارحه. فانت بتغض الطرف ليه؟ لانك عندك مشكله وعندك شعب غير متحمل انه يعمل مشكله، وعندك جهاز اداري ومجلس شعب عايز يصفي. الشعب انت حضرتك بتحمله المسؤوليه ليه اذا كانت الدوله ما قدمتش رؤيه او رؤيه استراتيجيه للمشكله دي على مدار سنين؟ زي ما قال باشمهندس هي ما قدمتش رؤيه، زي ما قال باشمهندس مثلا فكره الظهير الصحراوي، او الدوله ما التفتتش انه قرى بديله انه طبيعه الريف المصري بتتغير في بنيانه وتركيبته وشكله ونمط حياته. اهمل الريف يا فندم. الدوله ما التفتتش للعشوائيات اللي حضرتك اشرت اليها. بالظبط. انت حضرتك ما بتدخل اي ريف اسمح لي عايز اضيف لحضرتك. اتفضل يا فندم. الدوله سياده الوزير حسب الله الكفراوي قرر ان هو يعمل مدينه 6 اكتوبر، العاشر من رمضان، السادات، كل ده هي كانت رؤيه للانفجار السكاني المتوقع في القاهره. لم توضع رؤيه للانفجار السكاني واحتياجات الريف يا فندم. اهمل الريف. في حاجه خطيره جدا الحقيقه بتواجهنا النهارده. احنا النهارده عندنا محاصيل استراتيجيه، هذه المحاصيل الاستراتيجيه تجود للاسف في الاراضي السمراء في الوادي والدلتا بالقرب من موارد المياه القريبه، الترع والمصارف وميه النيل. يعني الري سهل، المياه متوفره، نوعيه التربه تسمح بزراعه القمح والرز و طيب بقى انا اسيب الارض الرائعه اللي انا اقدر ازرعها محاصيل استراتيجيه واروح استصلح في الصحراء؟ اي نعم زراعه الصحراء اصبحت بالاسلوب العلمي وارده، لكن تزرع فيها ايه؟ هتزرع فيها قطن، هتزرع فيها رز، هتزرع فيها قمح، هتزرع فيها شويه فاكهه، هتزرع فيها
شويه خضروات، انما حضرتك عايز تقول انه لا غنى عن ارض الوادي والدلتا في محاصيل استراتيجيه مهمه. دي هبه من الله. ده يعني زي ما هيرودوت قال انه مصر هبه النيل. الحقيقه كان يعني انه هذه الارض السمراء التي ترسبت على بمرور مئات والاف وملايين السنين وتكونت هذه الدلتا الرائعه. حضرتك عارف الدلتا لغايه عهد محمد علي كانت احراش لحد كبير. الترع، شبكه الترع والمصارف المصريه اطولها غير عاديه، مجهود جبار يفوق حفر قناه السويس بالكتير. مجهود جبار جدا. واكتسبنا الاراضي دي كلها وزرعناها قطن في عهد محمد علي وما يليه، واصبحت مصر مزرعه والذهب الابيض، الذهب الابيض، واتعرفت الحاجات دي كلها. الحقيقه ثروه مصر الاولى هي التربه السمراء. عظيم. طب يا دكتور خالد حضرتك اتفضل. انا عايز بس اعقب على كلام الباشمهندس. لا، هي في ابحاث، والابحاث دي وتجارب بالفعل ان القمح ممكن يتزرع على الخط بتاع البحر الابيض المتوسط على ميه الملح، لان في اصناف بتتحمل الملوحه ازاتيز يعني زي ما هي. وفي تجارب لزراعه القطن في الارض الصحراء. بعض التجارب ما اتعممتش، واخد بال حضرتك، انما في حاجات ممكن ان احنا نستبدل الارض الطينيه. طبعا الزراعه في الارض الصحراء هتاخد مثلا 10 سنين 15 سنه عقبال ما تدينا انتاج يقارب من الانتاج بتاع الارض الصينيه، انما نتيجه رجال اعمال وتدخل رجال اعمال ده ما بيتمش. بيتدخلوا فيه تاني بقى بيتدخلوا طبعا في انه بيستوردوا القمح من بره وحاجات زي كده. ده ما بيتمش ان هو زراعه الاصناف التي تجود زراعتها على الارض على مياه البحر ما تمتش. تمت في حاجات صغيره، مساحات صغيره. الرز والقمح في تجارب وفي اصناف طلعناها من جامعه القاهره. كان الدكتور مستجير الله رحمه الله عليه، اصناف من الارز تجود على صناعه زراعه المياه المالحه بدون تحليه. لا، المساله دي بحاجه لتوضيح اكتر. حضرتك عندك معلومات انه مثلا في رجال اعمال بيحولوا دون ان الحكومه طبعا انت عندك رجال اعمال هم اللي بيتحكموا يا فندم في الاقتصاد. رجال الاعمال اللي بيتحكموا في الاستيراد بيفرضوا كلمتهم على الحكومه في ملف مهم على العالم كله يا فندم. يعني ما هو رجال الاعمال دي ايه؟ رجال الاعمال دي ناس بتشتغل بالمليارات، بتتمول من الدول وليها وبتتحكم في اقتصاد دول، مش بتتحكم في اقتصاد مصر. ماشي، مفهوم ان ده ممكن يكون موجود في مجال البيزنس مثلا. ما هو ده بيزنس يا فندم. ما هو ده بيزنس. لا استناني بس. الدوله دلوقتي عايزه تستصلح منطقه في الساحل الشمالي في مطر بينزل فيها والقمح ممكن يطلع، فيجي رجال اعمال يقولوا الحكومه لا ما تزرعيش هنا قمح. لا، ده مش هيحصل بالشكل ده. واخد بال حضرتك، انما الحكومه بتاثر على اتخاذ القرار السياسي. يعني بتاثر على القرار السياسي زي ما حصل مثلا في استيراد القمح من بره وامتنعنا عن دخول الارجوت وحاجات كده، وقيل القرار من الرئيس ان القمح المصاب بالارجوت اللي هو المسرطن ده مش هيخش مصر لان دي آفة حجريه لازم يكون نسبتها 0%. ايه اللي حصل يا فندم؟ رجع تاني رجال الاعمال صوتت وقالت لا يا جماعه، ده احنا جايبين قمح بالمليارات وده هيخرب بيتنا. حصل ايه؟ حصل انه اثروا على القرار السياسي بانهم اجبروا دول اوروبيه انها تمتنع عن التصدير، تمتنع عن استيراد المحاصيل بتاعتنا. وبالتالي احنا رضخنا كحكومه وكقوه سياسيه وقلنا انتوا عايزين ايه يا جماعه؟ 5% دخلوا القمح بتاعكم اللي انتوا عايزينه وبقى الوضع كما هو عليه. فاذا طبعا رجال الاعمال بتتحكم في الكلام ده خطير جدا يا دكتور. يا فندم هو ده الواقع. لا يعني خطير، هو ده الواقع. لا، خطير جدا بمعنى انه قرار الحكومه او القرار السياسي بيشكلوا بعض رجال الاعمال بيؤثروا فيه بشكل او باخر. مش في مصر بس يا فندم، ده في العالم كله يا فندم. وانت دوله، خلينا واضحين، دوله صغيره في وسط، يعني فين الشرق الاوسط؟ يعني مفيش شرق اوسط طبيعي. لما يبقوا رجال اعمال بيتحكموا في اقتصاد دول اوروبيه، الدول الاوروبيه ده فيه تبادل اقتصادي بينك، هم زي ما بيستوردوا منك انت بتستورد منهم. هم قالوا لا يا جماعه احنا مش عايزين منكم حاجه. مش دوله صغيره يا دكتور خالد. لا دوله صغيره. دوله صغيره بالنسبه للاتحاد الاوروبي وبالنسبه لامريكا. خلينا واقعيين. دوله صغيره ما تقدرش تقف قدام العالم كله. لما العالم كله حتى السودان وحتى الامارات تقول لك احنا مش هنستورد منكم فراوله عشان الفراوله بتاعتكم فيها مش عارف ايه، ولما ارضخنا قلنا يا جماعه اللي انتوا عايزينه تحت امركم هندخل القمح، في يوم وليله الناس دي توافقوا خلاص هناخد منكم الحاجه، لا يبقى في رجال اعمال بتتحكم فينا، يبقى احنا دوله صغيره. لا، احنا عمرنا ما نكون دوله صغيره مع كامل الاحترام لحضرتك. يعني والله دي نشيلها من المطبطه دي. ما أنا لا نشيلها ما نشيلهاش. من مطبطه الجلسه. شيلها براحتك. لا يعني لانه مصر كبيره واكبر من كده بكتير جدا. لكن حاجه طبعا هي الموضوع. طب اذا كان عندك
تفاصيل كتير، هستأذنك في الخروج لفاصل. اتفضل. بيروحوا الفاصل وعشان بس ما اقطعكش. لا اتفضل حضرتك، لانه الموضوع اللي هتكلم فيه هو الزراعه على المياه المالحه. طب خليك فاكر الموضوع، هرجع حالا لحضرتك بعد قليل. ما تقلقش. بستأذن حضراتكم في الخروج لفاصل، وبعد الفاصل نعود اليكم بعد قليل. ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. بطبيعة حال نقاشاتنا بنبدأ بموضوع رئيسي، لكن الموضوعات كلها متشابكة ومرتبطة ببعضها. بدأنا في الحديث عن تبوير الأراضي الزراعية، ويعني بشكل أو بآخر وصلنا لبعض الأمور السياسية تشتبك مع هذه القضية. أعود إليك باشمهندس، حضرتك كان عندك تعقيب أو فكرة حابب أن أنت تطرحها؟ يعني الحقيقة انه الزراعه في الثلاث اربع عقود اللي فاتت تطورت تطور كبير قوي في العالم. زي ما الدكتور خالد قال انه في سلالات من القمح بتزرع على المياه المالحه. بالاضافه لكده الحقيقه يجب ان احنا كمان نظرتنا للتنميه في الصحراء وزراعه الصحراء تكون مختلفه شويه. مش بالضروره ان احنا نزرع دايما محاصيل صالحة للاستخدام الآدمي. احنا ممكن نعمل مراعي من صنع الإنسان بنباتات. أنا عارف أنه مركز بحوث الصحراء الحقيقة يعني رائد فيها، والحقيقة النبات اسمه الهالوفايد، وفي الجاتروفا. الجاتروفا ده حاجة، لكن الهالوفايد بتكلموا عن شجر النيم؟ لا حاجة تانية. شجر النيم طارد للناموس والحاجات دي، لكن انا بتكلم بيطلع منه حاجات. لكن انا بكلم حضرتك على يا دكتور بيستخدم اخشاب وبتطلع منه حاجات زيوت عطريه. حضرتك على مراعي من صنع الانسان من نباتات عشبيه صحراويه قابله للاستزراع على المياه المالحه مباشره بلا معالجه، اللي هو السيليكورنيا بالذات. السيليكورنيا، وفي مراكز نجح فيها زراعة السيليكورنيا، يمكن 6-7 مراكز. مياه البحر مباشرة. النبات ده الحقيقة عمره في الأرض عشان يبقى صالح للاستخدام كمرعى للإبل مثلا، الحقيقة عمره في الأرض لا يزيد عن 3-4 شهور، وتبتدي أنت تحصده، تقدر تعمل منه علف للمواشي. بيطلع بذرة للإبل فقط ولا ممكن للمواشي يعني عموما؟ مسألة تسمين المواشي. هو كمان عايز أوضح لحضرتك، احنا عندنا لازم يصاحب كل ده تنمية بشرية إذا سمحت لي. ثقافة الفلاح المصري يجب أن تتغير، يعني بمعنى إنه النهاردة الجاموسة هي حيوان مستحدث، جت مع الإنجليز من الهند مع الاحتلال البريطاني. البقرة والجمل هم دول كانوا الحيوانات المعتادة في البيئة المصرية. أكذوبة إنه لحم الجمال لحم خشن أو صعب التعامل معاه. الجمال تذبح في سن مبكرة، الذكور بالتحديد، وبيتم التعامل معها بطريقة معينة، وهي أكثر صلاحية للاستخدام الآدمي من أي بروتين آخر. فنبات السيليكورنيا هو علف رائع، وعندنا أراضي وعندنا مية البحر ما أكثرها. لذلك وأبو ظبي والمملكة العربية السعودية عندهم مراكز بحثية وتوسعوا بشكل كبير جدا في زراعة السيليكورنيا بالتحديد. وإحنا عندنا إلى حد ما بروتوكولات للتعاون. أتمنى في ظل العلاقات الوثيقة حاليا بيننا وبين أشقائنا في الخليج إنه نرى 250,000 فدان من 1.5 مليون دول مزروعين على مية البحر، نقوم نقلل الضغط على الخزان الجوفي. يعني اقبال حضرتك انت النهارده عندك شكوك في قدرة الخزان الجوفي ان هو يوفي باحتياجات 1.5 مليون فدان. طب ما تزيح منهم 250 ولا 300,000 فدان ويرويهم بمية البحر، ويزرع نبات الهالوفايد او السيليكورنيا ده، ويعمل اكبر مرعى للجمال في الشرق الاوسط ومجازر. لازم كمان وانت بتعمل كده تعمل ايه؟ لازم تبني، مش عايز استعمل كلمة مستعمرات سكنية لحساسية الكلمة، تجمعات سكنية متناثرة على المحيط الخارجي لهذه المنطقة المزروعة، بحيث انك تعمل قرى بديلة وتشجع الشباب ان هم
يطلعوا للاماكن دي وتعمل لهم بنيه تحتيه، مدارس، سينمات، مستشفيات، بحيث انه ده يبقى مكان موطنه الجديد، ما يبقاش ملتصق بالارض زي ما هو. طب هي الافكار دي مش موجوده في مشروع الريف المصري ضمن استصلاح شركه المليون الريف ونص فدان؟ سامحني في اللي انا هقوله. كنت اتمنى انه شركه الريف المصري تكون شركه مساهمه وتطرح اسهمها للمصريين كلهم. ولا زي مشروع قناه السويس الجديده بالظبط كده، بحيث انه لا يتم تفتيت ملكيه وتمليك لشباب محدود الموارد والامكانيات مساحات صغيره. انا اعتبر دي رشوه للشباب، وهيعجزوا وهتتباع الاراضي دي تاني باسعار بخسه زي ما حصل في النوبريه والصلاحيه والمجتمعات دي. لكن بص نفس الفكره دي كانت في المشروعات دي. ما هو الناس خدوا 5 فدادين، مين اللي استمر في الارض؟ الفلاحين الاصليين بتوع المنوفيه هم اللي راحوا النوبريه اشتروا من الشباب. واخد بال حضرتك؟ فانت محتاج تعمل زراعات واسعه ومش زراعات تقليديه. انت النهارده ايوه بس المساحات الواسعه دي محتاجه شركات عملاقه، أيوة محتاجه الدوله تدخل. عشان كده لما تجيب بص حضرتك، انت لو غيرت هيكون بقى فين دور التنميه البشريه؟ انت انا هقول هتشغل الناس ازاي؟ هقول لحضرتك حضرتك انت النهارده عندك خدمه العلم، التجنيد في مصر هو تجنيد عسكري، لكنه انت عندك من عدد كبير جدا من الشباب بيعافى وما تقصد تجنيد اجباري تقصد؟ ايوه يا فندم. ايوه بس حضرتك قلت تجنيد عسكري. لا تجنيد اجباري، تجنيد اجباري. لا نمط عسكري، يعني قصدي انه بيتدرب تدريبا عسكريا. انا عايز اعمل جيش تعمير مكون من شباب مدرب على الزراعه، على البناء. انت شاب عايز تتجوز وعايز تستقر، انا مستعد انك انت اعمل معاك تبني قريتك من 300 400 شاب مدربين على اعمال البناء يتعاونوا وتتبني القريه من 100 بيت صغير، بحيث انه الشاب اللي يشتغل في الشركه دي يكون له سهم وياخد مرتب ويدرب على اعمال الزراعه او اعمال مد الشبكات او اعمال الحصاد او اعمال التعليب. لازم يكون جنب كل الاماكن دي تصنيع زراعي، وعلاقه الاماكن دي بالتسويق، كلها عمليه مرتبطه. انت بتخلق فرص عمل. انا اجد نفسي مضطر المره تانية للرجوع لنفس الفكره اللي قالها دكتور خالد، وهحط الموضوع بين ايديك. الافكار دي كلها طموحه وفي افكار كتيره جدا جديده. هل فكره ان وجود رجال اعمال اصحاب الكلمه العليا طبقا لوجهه نظر حضرتك وعلى مسؤوليتك طبعا يعني ممكن يحولوا دون تحقيق مثل هذه الخطوات الطموحه برضو؟ لا بالعكس، هم هيتدخلوا فيها. مشروع المليون ونص فدان ده هيتدخلوا فيها ليه بقى؟ لان مصلحتهم فيها يا فندم. يعني مشروع المليون ونص مش كله للشباب، المليون ونص فدان وشركه الريف المصري اللي بتشرف عليه شركه محترمه جدا جدا، وفي جزء منها يعني 25% او 50% تقريبا، انا مش متذكر الرقم، رجال اعمال هيستصلحوا لانه مصلحتهم فيها. هو رجال الاعمال دي مش بتقف ضد مصر، هي بتقف ضد مصلحتها. بالعكس هي بتحارب الحاجه اللي ضد مصلحتها. واخد بال حضرتك؟ مش بتقف ضد مصر، بالعكس لو القرارات في مصلحتها وهتعود عليهم بالفائده، ايه المشكله؟ لو خدوا اراضي من الدوله وصلحوها بالعكس. ايوه بس المثال اللي حضرتك ضربته في موضوع القمح لان هو في مصلحتهم، لان هم بيستوردوا يعني اطنان من القمح المستورد وبيخلطوه بالمصري. لما مصلحتهم تتقاطع مع مصلحه البلد طبعا مصلحتهم يبدوها. طبعا. وقليل جدا من رجال الاعمال اللي بيتفاهموا ده، اصل هي سوء تفاهم. انا النهارده مصلحتي ومليارات هضيعها وملايين، وانا راجل شركه مساهمه مثلا، او الملايين دي مش بتاعتي انا، دي بتاعت كذا رجل اعمال وانا مسؤول. ولما تتضارب مصلحه الشعب مع مصلحه رجل الاعمال، لا، مصلحه رجل الاعمال بيرحم على مصلحته، وخصوصا ان مصلحه هذا رجل الاعمال ده متداخله مع دول اخرى. خلينا واضحين يا جماعه، خلينا واضحين، لان هم بيتحكموا دول اقتصاد. انا برضو يعني مش متحفظ، بس دايما برضو بحط بين قوسين يعني الصوره الذهنيه اللي حضرتك بتقدم فيها الدوله كانها مستكينه. لا يا فندم، لا مش مستكينه، او ضعيفه امام ضغط رجال الاعمال، او خلينا حتى اوضح في تعاملاتها الخارجيه. انا يوم ما قلت ان مصر دوله كذا، لا، مصر دوله كبيره، وانا بحل عرب مصر اهو، انا اكتر واحد او ادعي ان انا بحب البلد دي جدا. انما شايف المشاكل بتاع مصر بقى لها 100 سنه، 100 سنه، خلينا نقول 100 سنه، مشاكل كلها متشابكه. واللي يجي عايز يحل التشابك ده كله مساله صعبه. لو حل حاجه قطاع من القطاعات هيقول فناس تانية تقول لك لا ازاي ده بيقول طب يا جماعه امتى؟ ما لازم الناس تقول عشان نحل المشكله، لازم جراحه، لازم عمليه جراحيه تيجي من الاساس، وده صعب جدا، صعب جدا جدا جدا. المسائل كلها متشابكه. يعني بمعنى، انا هديك مثال بسيط قوي، احنا بنقول تعدوا على الارض الزراعيه.
ناس تعدت وبنت ابراج. اوكي، الابراج دي النهارده يعني ال غير متناسبه مع المرافق بتاعتها. الدوله بتيجي تقول لك ايه يا جماعه، دخلوا العشوائيات زي ما حصل ايام مبارك، دخلوا عشوائيات نور وكل المرافق وحاجات دي. طب ما دي كلها ضغط على المحولات وضغط علينا. الصرف الصحي هل يستوعب كميه الزياده في قطاع السكان ده؟ ما يستوعبش. هتلاقي الصرف الصحي دوت بيختلط مع مياه الانهار ومع مياه الابيار الجوفيه، واحيانا في القرب من المياه المالحه بيختلط معاها وبيصب ده كله على ايه؟ على الارض. بتتحول الارض الى اراضي مالحه ضعيفه الانتاج. حتى الاراضي اللي ما اتبورتش بقت ضعيفه الانتاج لان بقى فيها زياده ملوحه. فاذا هي مواضيع كلها متشابكه. الله يكون في عون اي مسؤول لما يحب يعني وبعدين عندك كل الناس ما بتفكرش، او كل المسؤولين ما بتفكرش بره صندوق، كل واحد بيفكر في الجزئيه بتاعته. هي دي المشكله، وانا بكلمك مع واحد شايف الموضوع من فوق. فهي المساله لا، لازم كل الناس تقعد، ولازم الشعب يتفهم ايه المشكله، ولازم يتفهم ان في عمليه جراحيه ناس هتتضرر منها، ولازم يتفهموا التنميه المستدامه ايه. لان كل واحد يقول لك اي لا يا جماعه الموضوع ده جه ده وجعني. طب وجعك انت، انما لو ما وجعكش وجينا معاك الاجيال اللي جايه مش هتلاقي ارض، مش هتلاقي حاجه تاكل فيها، ولا هتلاقي ارض تدي، ولا هتلاقي حد معاك فلوس انك تستورد. طيب مره ثانيه حضرتك بتذكر فكره الناس او الشعب، برضه بتحطه في سياق ان هو معني بالازمه والمشكله، لان في حاجه في معلومات مغلوطه، في حين انه الطرفين الاساسيين اللي حضرتك يعني بنيت عليهم تحليلك كان رجال الاعمال والدوله. ما هو شعب، رجال الاعمال ده شعب. لا ما هو مش والدوله شعب. شعب. لا مش شعب. مش عايزين نفس رجال الاعمال مش شعب. لا انا النهارده مثلا دكتور في الجامعه، ما انا شعب. ده صاحب راس مال بيدور على ربح. جميل قوي، ما هو شعب. شعب صاحب راس مال، وفي شعب فقير، شريحه من الشعب، شريحه من الشعب. واخد بال حضرتك؟ والحكومه ما هي شريحه من الشعب، والشعب الفقير شريحه. ولما بتنزل قرار، ساعات القرار ده بيضر ناس وبيجي في مصلحه ناس. لازم ما بيبقاش فيه، لازم يكون في امانه في عرض المعلومات يا فندم. والناس لازم تتفهم، يعني لازم يكون في امانه في عرض المعلومات. يا جماعه احنا هنعمل عمليه جراحيه في الاقتصاد المصري، هذه العمليه هنستأصل منها بعض الاورام هتوجعنا شويه، انما ده مش وارد. الناس بتفاجئ وتوقد النهارده 90 مليون واحد يعني محللين اقتصاديين، ما حدش عارف حاجه. انما المساله المصارحه بالاقتصاد والمصارحه بالتاريخ ده كله لازم تبقى معروضه، لازم يبقى في ثقافه عامه. حضرتك عندك احصائيات بنسبه الفاقد من الارض الزراعيه سواء بالتبوير او حتى بالنحر؟ انا عاوز بعد 25 يناير اجمالي مساحه الوادي 1.5 مليون فدان بعد 25 يناير. اجمالي مساحه الوادي والدلتا تقريبا كام؟ لا انا مساحه الوادي والدلتا معيش بيانات فيها، انا بقول لك المساحه اللي اتبورت تقريبا 1.5 مليون فدان، ده غير الاراضي الزراعيه اللي ليها ظهير صحراوي. 1.5 مليون فدان اراضي زراعيه تم تبويرها بعد تم تبويرها وبقى فيها حاجات كده كتير بعد يناير 2011. بعد يناير 2011 بظروف الانفلات الامني وغياب والازالات اللي تمت 10% من الحقيقي لعدم عرض او لعدم امانه في عرض المعلومات. 10% فقط من الحقيقي. ده كده في شكل من اشكال الفساد الاداري مثلا؟ طبعا ناس متوافقه وناس بتاخد رشاوي. انا بقول لك عماره تيجي تبص تلاقي ايه، الحكومه ازالوا العماره دي، ازالوا فيها، هل زالوها نسفوها من الاصل؟ هل شالوا منها خرسانه العواميد؟ لا، كام طوبه من الطوب ديت وترجع تتبني تاني. ده مش فساد؟ ال 2 مليون فدان اللي تم استردادهم في الفتره الاخيره كده ال1.5 مليون رجعوا لا ما لهمش علاقه. لا ما لهمش علاقه. انا عايز بس اضيف لحضرتك بعد اذنك كده. من حوالي 20 سنه كان الدكتور عبد الرحيم شحاته هو محافظ الجيزه الله يرحمه، وهو من المحافظين المحترمين الاكفاء، وكان الاعتداء على الارض الزراعيه مؤلم جدا الحقيقه. يعني اي انسان ذو ضمير حي الحقيقه لما ينزل الريف يعني عمليه مهوله، شيء يعني الحقيقه ينقبض له الصدر. فاقترحت عليه، قلت له يا دكتور، اولا يجب ان يسن قانون الضرائب العقاريه على هذه البيوت، دي نمره واحد، لانها بيوت غير قانونيه غير مبنيه بتراخيص، ويجب ان يسن لها قوانين. ده نمره واحد. نمره اتنين، لا مواصفات نهائيا للمباني الريفيه، دي زي ما الدكتور قال عشوائيه وسرطان، نمو سرطاني غير مسيطر عليه. لكن اقترحت على الدكتور عبد الرحيم شحاته انه لو في اصرار على انشاء بيت لازم يتعمل له تحتيه مخزن عمقه 3-4 متر بمسطح البيت. ليه؟ عشان اخد الطينه السوداء اللي موجوده تحت المبنى ده
وانا اسيطر على صاحب اللي بيبني المبنى وانقل الطينه دي الى الحافه الصحراويه القريبه، بحيث اني استغل الطينه دي في تحسين جوده الاراضي الصحراويه الملاصقه للوادي. يعني ما تبقاش الخساره خساره كامله، احاول اني انا انقذ ما يمكن. منطمي موجود ورا السد. لا لو في حاجه ثانيه يا فندم، في حاجه تكلفته جامده. لا في بدائل يا باشمهندس، يعني في بدائل للطينه كتير، البيتموس والحاجات المصنعه. طيب حضرتك عايز تكمل الفكره؟ انا عايز بس اقول لحضرتك انه هناك غياب تام لرؤيه التوسع في الاسكان الريفي، ودي المشكله الحقيقيه اللي بتواجه الريف المصري كله. يعني الاعتداء على الارض الزراعيه هو لعدم تواصل الدوله مع الشعب في الريف والتعامل مع مشكله الاسكان الريفي. واخد بال حضرتك؟ ده مفيش رؤيه خالص للموضوع ده. انا بكلم حضرتك باعتباري مهندس، وانا عارف انه ليس هناك تنسيق ولا رؤيه ولا توسع عمراني. هقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا. الدوله منذ حوالي 4 سنوات خرجت الى الشعب بتخطيط لحدود المحافظات واستحداث محافظات جديده. وكان يعني العمليه الحقيقه غير مقبوله بالنسبه للفلاح المصري، وانا بمثله، لانه الحقيقه هذا التخطيط الجديد لم يخدم التوسع العمراني المتوقع في الريف. انت ما عملتش لا ظهير زراعي ولا ظهير عمراني، انت كرست الموضوع بانك خلقت محافظات جديده بمشاكلها، لكن انت لازم تستخدم الظهير الصحراوي في حل مشكله التوسع العمراني في الريف. لازم تعمل قرى بديله، ولازم تسيطر على الانشاءات في الوادي والدلتا. طيب ما هو القرى البديله برضو بحاجه لعناصر جذب للناس انها أكيد تتواجد فيها. اكيد. وهل هيكون برضو النشاط بتاعها نشاط زراعي صرف؟ تصنيع زراعي، ممكن اعمل فيها صناعات بسيطه، ممكن اعمل فيها زراعه. مره ثانيه يا باشمهندس، الصوره المثاليه ديت يعني او الافكار دي موجوده من سنين يا فندم، موجود يا فندم. ما هو عندك قريه النوبريه وقريه البستان وفي الصالحيه، دي من قرى بديله. طب ما يعني بلد ايه؟ قرى بديله. ما حضرتك وعندك قريه بدر جديد. مثلا، انا لسه كنت بعمل لقاء في قريه اسمها قريه بدر في طريق النوبريه. ايوه دي قريه بديله. الناس النهارده جم عملوا ايه؟ القرى دي يعني استوعبت عدد من الفلاحين ملايين كتير جدا من ومع ذلك يا فندم، ومع ذلك اتصلوا بيا الجماعه ديت، لان انا كاتب في بعض الجرايد، يعني بيصرخوا ايه يا جماعه. كنت انا عملت معاهم لقاء وكده، فقالوا ان في جزء اسمه المخللات. ايه المخللات دي؟ انها ارض فاضيه. المتخللات هو بيسموها مخللات. ايه يا جماعه المخللات؟ قال لك دي ارض فاضيه للدوله للتنميه المستدامه، لان القريه دي كانت 100,000، فمعمول حسابها ان كل سنه هتزيد كذا كذا كذا، فتتبني عن طريق الحكومه. واخد بال حضرتك؟ فقاموا الناس كبار البلد خدوا المدخلات دي او المخلخلات اللي بيقولوها دي وبنوا فيها بيوت وسكنوا. فجاء طبعا القرار بتاع الازاله شال البيوت ديت، فالناس ابتدت تصرخ. قلت لهم يا جماعه طب هل البيوت دي انتوا شريتوها؟ قال لا ده احنا بنينا فيها كده عشوائي، والمفروض انهم يقننوا لنا غياب الدوله. احنا المفروض يقننوا لنا مره ثانيه. فانا قلت لهم يا جماعه انا ضد السرقه وتقنين السرقه، انا ضدها، فمش هقدر ادافع عنكم. فزعلوا جدا وطلبوا القنوات الفضائيه تيجي، وده برضو القنوات الفضائيه مشكله لانها بتعمل تضليل اعلامي للناس. يعني بتقف مع ناس او بتدافع عن الناس للشخص، بتقدم الصوره انه انما في عائلات هتشرد واطفال في يعني انا النهارده سارق مثلا بيت وعملت حسابي، لقيت شقه مثلا او ارض استوليت عليها والناس دي ملهاش ارض وقعدت فيها وبنيت فيها ومش عارف ايه. اجي بعد كده ما يجوا مثلا يهدموا لي الارض دي كلها ويطردوني، ازعل؟ انا في الاساس حرامي يا جماعه، انا في الاساس حرامي. فلما يجي يصححوا الاوضاع ما ازعلش، ما يجيش قناه اعلاميه او قناه مشهوره تدافع عن الناس دي ودورها حل. لا انا ما بدورهاش على الحل، لان انا الحرامي اللي سرق حاجه انا ما بدوروش على الحل. المفروض يبقى في قانون كده. طب احنا دلوقتي عندنا نماذج نجحت في الصالحيه الجديده طبعا، والنوبريه وقرى ومع ذلك برضو بنوا على الارض الزراعيه. دي قرى اتبنى فيها او اتوجد فيها نشاط زراعي وصناعي. نشاط زراعي وزراعي ومدارس ومستشفى ونادي. طبعا انا رحت هناك لقيت النادي غير مفعل، يعني وزاره الشباب مش عامله فيه حاجه، المستشفى ما فيهاش دواء، ما فيهاش دكاتره. ده برضو شق تاني، يعني ان ما فيش فولوينج اب من الوزارات. فين تحديدا؟ في قريه اسمها قريه بلال في النوبريه. ده بقى المفروض انه اساس النشاط زراعي، او الناس دول فلاحين يا دكتور خالد ولا يعني بدات بزراعه وبعدين المدارس جابوا مدرسين؟ لا دي قريه اتبنت كامله.
اتبنى فيها النادي، اتبنى فيها المدرسه، اتبنى فيها المستشفى، اتبنى فيها كل حاجه، اتبنى فيها البيوت. وعملوا مساحه للتنميه المستدامه، يعني مساحه اسمها ظهير كده، بس مش ظهير صحراوي، يعني هو ظهير ارض انها قابله للزراعه، وظهير تاني للمباني ومصانع يعني مصانع ما كانش في مصانع، ما شفتش مصانع هناك، انما في محلات وفي حاجات زي كده. وبعدين كل الناس كانوا جايين من القرى، جايين من السادات، جايين من المنوفيه واشتروا، يعني مش ابناء نوبريه، جايين نازحين وعاشوا حياتهم جدا، والناس كترت، ومع ذلك اقاموا مباني على ارض حكومه، والنهارده بيصرخوا. واللي عايز يبور برضو الارض بتاعته، لان هو ايه، الارض عنده مثلا 5 فدادين 6 فدادين، المفروض 6 فدادين يطلعوا انتاج حلو جدا، بناهم شجر وبيسترزق كويس جدا وبيجي له، وبعدين بياخد الموتوسيكل بتاعه ويروح يشتغل في حته ثانيه. طب يعني مفيش نشاط زراعي حقيقي لا، في نشاط زراعي، بس في تعديات على نشاط الزراعي. انا عايز اوضح لحضرتك حاجه. لا انا قصدي اقول لك يا باشمهندس، يعني حضرتك كنت بتتكلم في فكره انه تخطيط لريف موجود، قرى للريف جديده يعني. ايوه. فدكتور خالد مشكورا اكد ان هو موجود. لا، ما هي موجوده يا فندم، احنا ما قلناش حاجه، بس احنا النهارده بنتكلم على استصلاح 1.5 مليون فدان جداد، لازم يصاحبهم تنميه بشريه وتنميه للبنيه التحتيه علشان تكون جاذبه للشباب. هو مخطط لها ده، واخد بال حضرتك؟ وابقى عارف انا هوطن على، احنا عايزين نشيل من الوادي والدلتا على الاقل 20 مليون. هتوديهم فين ال 20 مليون؟ لازم تبقى عارف انت هتزرع ايه، ولازم تبقى عارف انك هتعمل تصنيع زراعي، الخامه متوفره. اول خامه موجوده عندنا في مصر هي الزراعه. انت ما عندكش مصانع كافيه للتجفيف باستخدام الطاقه الشمسيه، ما عندكش مصانع للتبريد، ما عندكش حاجات، في حاجات ناقصه كتير جدا. هقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا، يعني تاكيدا ان احنا بنبور ونعتدي على التربه السمراء الزراعيه الجيده، وبنروح نعمل نستصلح الارض الصحراويه. انت بتعمل النهارده مزارع سمكيه، ماشي؟ تمام. انت عندك 14 بحيره في شمال مصر والدلتا، لو عمقتهم وطهرتهم ومنعت الاعتداء عليهم ومنعت التلوث فيهم، هم دول اصبحوا مزارع سمكيه مغلقه من الدرجه الاولى، البردويل ومريوط والمنزله، كل ده احنا عندنا الثروه القوميه بتاعتنا مش معظمه. احنا عايزين نستفيد استفاده قصوى من اللي عندنا قبل ما نروح نخترع حاجه بره. يجب ان يتوقف الاعتداء على الارض الزراعيه باي وسيله، ويتم تجريمها وتغليظ العقوبات بشكل كبير جدا، واعطاء تسهيلات للناس اللي عايزين ينزحوا الى الظهير الصحراوي، واعطاء اراضي باسعار رمزيه. يعني واخد بال حضرتك؟ هو لسه اعتقد الظهير الصحراوي للمحافظات ما اتعملش، ولا عندك معلومات في السياق ده؟ الظهير الصحراوي بالظبط ما اتعملش ازاي؟ يعني تم تحديد ظهير الصحراوي لكل محافظه، وهو ده كان احد يعني ده بقى في المخطط الجديد اللي احنا بننادي بيه، اعاده النظر في التخطيط الجديد للمحافظات. الفكره دي طرحها الرئيس السيسي اعتقد اكتر من مره. ده موجود يا فندم، بس لسه ما اتفعلش انه كل محافظه يكون لها امتداد في الظهير الصحراوي. وفي بعض المحافظات ما لهاش ظهير صحراوي زي المغربيه. يعني في بعض القرى ماشي، ما هو دي الزراعه بتاعتها ما لهاش ظهير صحراوي. قال انه محافظه زي الغربيه او المنوفيه مثلا ليها ظهير صحراوي، انما في بعض المحافظات زي الغربيه ما لهاش. الغربيه ليها فين؟ الغربيه ما فيهاش. الغربيه ما فيهاش. المنوفيه ليها، والمنوفيه ما فيهاش. ما فيهاش، لا ما لهاش ظهير صحراوي. الباشمهندس مشكورا قال هيبقى في المنوفيه الجديده، الغربيه الجديده في مكان تاني في الصحراء الغربيه مثلا. مثلا يعني يا ريت يبقى دي يبقى يعني هو اللي بيحصل على فكره هو دوت. يعني انت مثلا لو بصيت على قرى النوبريه هتلاقي مين اللي خدها، عباره عن مزارعين اصلا كانوا بيزرعوا، راحوا اشتروا من الشباب. واخد بال حضرتك؟ بعد ما قضوا ال5 سنين اشتروا من الشباب. يعني نسبه 20% من الشباب اللي خد 5 فدادين من الدوله هم اللي قاعدين فيها. انا عايز اضيف حاجه اللي بيقولوا خالد بيه. الدوله دلوقتي بتعمل مشروع المثلث الذهبي مثلا في وادي قنا. وادي قنا ده ارض خصبه ورائعه، نتيجه انه احد روافد وفروع وادي نهر النيل كانت ماشيه في الازمنه السحيقه في هذا، وحصل ترسبات طينيه رائعه في المكان ده، وبالصدفه يوجد مواد تعدينيه في المكان. اذا انا لما اجي اخطط تنميه زراعيه، تنميه صناعيه، وابتدي احاول ان انا اوظف الموارد بتاعت المكان ده، مش بس ان انا ازرع او ان انا اطلع ذهب
من المناجم الموجوده، لا، ازاي هعمل نقط جذب اوطن شباب في المكان ده ويكون ده موطنه النهائي مش مؤقتا. مدارس، نوادي، مستشفيات، بصوره جاده وبصوره. على فكره هذا لن يتم، انا اسف، لان هناك قدر كبير جدا من العداء للامركزيه، ولكن هذا لن يتم الا بالله. خالد قال لك ان هو تم في بعض النماذج، تم بالفعل في بعض هذه قرى قديمه يعني. انا عايز اقول لحضرتك في سنوات سابقه اللامركزيه ونقل سلطات ضخمه للمحافظات والمحافظين هو الاسلوب الوحيد لتنفيذ هذه البرامج الطموحه لخلق منافسه ما بين المحافظات. يعني واخد بال حضرتك حاجات كتيره جدا ممكن تتم في ظل اللامركزيه. انا عايز اقول لك على حاجه بس كده. انا كنت في المنيا من قيمه 3 سنين بعد الثوره او اثناء الثوره، 25 يناير اللي خربت الدنيا كلها. فرحت لقيت واحد المفروض كنت انا رايح له قبلها بسنه، كان عنده فدان متقطع. فجاه تعالى يا دكتور في ايه ده؟ ايه يا عم ده كله يا عم؟ قال خد، هو كان عنده ظهير صحراوي في المنيا في جبل، بس انا مش فاكر الحته اسمها العدوى تقريبا او حاجه زي كده، لان طلعنا جبل يعني. ايه العدوى. لقيت الفدان اللي كان عنده اصبح 30 فدان خد من الجبل. قال لي لو عايز تاخد 10 20 احنا نحميك. قلت له طب العرب؟ قال لي احنا العرب. ده الحكومه ولا تعرف عنها حاجه. اللي عنده فدان عمل واستصلحه. طب بنوهم منين؟ لا بيرومها في ميه، في ميه في المنطقه، في مياه جوفيه، في ميه في المنطقه. دي منطقه صالحه للزراعه. هي طبعا هي منطقه صالحه للزراعه والارض هناك صالحه، بس هي فيها ملوحه. يعني انا كنت رايح اشوف الموضوع الملوحه الشديده. ايه الملوحه؟ فقلت لهم يا جماعه عشان ما فيش الارض مش متساويه وحاجه زي كده. انما طبعا دي ما فيش تنميه مستدامه. انت هتيجي في وقت من الاوقات لو الموضوع ده استمر، تيجي الاجيال اللي بعد كده ما تلاقيش ارض، الاجيال اللي بعد كده ما تلاقيش سكن. وده وضع يد طبعا. طبعا وضع يد. وبعد كده لو الحكومه خدت الخبر قدامها ايه غير انها تقنن؟ ما ارض مزروعه اهي والراجل زرع وزارع طماطم وزي الفل، ويكون عدى عليها سنين كمان، ويكون عدى عليها سنين. هتعمل ايه الحكومه؟ تشيل منه او تاخدها؟ انا بقول تاخدها، بس ده مستحيل. اسمح لي، عايز اضيف حاجه للدكتور خالد قالها. الخطوات الطبيعيه اللي كانت تتبع في تملك اراضي الدوله كانت انك تضع يدك اولا على الارض وتزرعها لمده 2 سنين وتدفع ايجار للدوله عن كل فدان مزروع بعد معاينه الدوله للارض انها فعلا مزروعه. اذا ثبت جديه المزارع ان هو فعلا استصلح ارض، بيقدم طلب لتملك الارض، يبقى وضع اليد، الزراعه الجاده، وبعدين التملك. دي الخطوات اللي كانت. بس ده كانش وضع يد، وضع يد ده هو كان بيروح يقول لا ما انا فاهم للحكومه يا جماعه انا في حته في الفلانيه ممكن استاذن منكم ازرعها، فيروح واحد هناك يقول له ازرعها. ده مش وضع يد، ده بيستأذن، ده في تنسيق. انما وضع اليد اللي اقصد بيه ان هو حط ايده بالفعل بدون اي علم وصور لها شبكه ري وتمام وزرع وبنى كمان عليها مباني. هقول لحضرتك حاجه الطف، طريقه خبيثه في يعني الحصول على الاراضي، انه 2 يتفقوا على افتعال نزاع ويروحوا للشرطه، وواحد فيهم يتهم الاخر بانه استولى على ارضه ويبقى الوضع كما هو عليه. لا مش كده بس انه استولى على ارضه. في اثناء المحضر يتم التنازل والتصالح من الذي ادعي عليه انه مستولي على الارض للاخر، وياخد المحضر ده ويعتبره مستند ان هو موجود في الارض، تنازل ليا، ويبتدي يعمل الاجراءات. حقيقه تلاعب، غياب الدوله. ياخد امر محكمه على فكره. يعني بيوثقها بشكل. لا ده بيروح امر محكمه، المحكمه يقول لك يا عم ده انا عامل، طب فين فلان مات؟ ابقى لي ومات. فالمحكمه ما عندهاش ورقه، ما هو مغالطه في المعلومات. تمام. طيب لعل وجود حضراتكم برضو خير ان انتم بتثيروا مثل هذه الامور لمن يهمه الامر. هستاذنكم مره ثانيه في فاصل قصير واستكمل الحوار مع حضراتكم. فاصل مشاهدينا ونعود اليكم. الحديث متواصل مع حضراتكم حول تجريف الأراضي الزراعية وتداعيات هذه المشكلة على مجالات أو قطاعات كثيرة جدا داخل الدولة. أعود إليك دكتور خالد. حضرتك أثرت نقطة برضو في سياق حديثك أنه مثل هذه الأمور
لها تأثيرات وتداعيات ممتدة، ليس فقط على مسألة الزراعة فقط، ولكن ربما يكون لها تأثيرات سلبية أخرى ممتدة لنواحي تانية في حياتنا. فإيه هي من وجهة نظر حضرتك؟ أنا زي ما قلت لحضرتك المخالفات متشابكة. مشكلة مصر إن مشاكلها متشابكة، ومشكلة السياسة لما بتتغير من نظام لنظام بيفاجئ بالمسائل اللي قبل كده، وابتدى نعمل حاجة اسمها سياسة ترقيع. مش سياسة العلاج من جذور. سياسة الترقيع دي ما بتقدمش دولة، وفي الآخر الناس بيبقى عندها عدم أمانة في عرض المعلومات، أو مغالطة في عرض المعلومات، فما بتبقاش فاهمة. فكل واحد بيبقى ليه رياكشن واضح، وده اولا بيخلق عدم الانتماء، التشوش، كره الحياه، مشاكل كتير جدا. نتكلم على المشكله اللي هي تخصصي في صميم تخصصي، وهي الامراض الناتجه عن تفتت الرقعه الزراعيه او التصحر في الظهير الزراعي. دي امراض يعني من ضمنها يعني تفتيت الرقعة الزراعية تسبب طبعا في وجود أمراض، بيتسبب في وجود أمراض وبيسبب مشاكل كتير جدا. أنت النهارده أنت عندك الدلتا ديت ابتدى ناس تبني عليها، ناس تبني عليها أبراج. الحكومة قننت وضع الأبراج ديت ودخلت لها مرافق. الحكومة دخلت المرافق ديت لأن الناس العشوائيات كترت وصوتهم في الإعلام كبر وبقى موصول، فبقت الحكومة مضطرة عن طريق مجال الشعب، عن طريق الرشاوي، عن طريق ناس عايزة تعمل ليها حشد أو ظهير شعبي لغرض ما، فوصلوا لها مرافق. زي ما قلت لحضرتك الناس ديت كهرباء، بقت ضغوط كهرباء وانت ما عندكش امتداد او مولدات كهرباء تستوعب هذه المشاكل. بقت الصرف الصحي ما عندكش حاجه تستوعب الصرف الصحي ده. بقى الصرف الصحي زي ما قلت لك بيخش على مياه الجوفيه، على مياه الانهار. بيبقى عندك عناصر ثقيله من الاساسيات بتاعه السرطانات. ما عندكش اولا جهاز اسمه جهاز حمايه المستهلك. بمعنى احنا ما عندناش في مصر حاجه اسمها حمايه المستهلك، بمعنى ان انا اخد المزروعات ديت اشوف فيها العناصر الثقيله اللي بتسبب السرطانات وابتدي احجر او امنع زراعتها او اعدمها، بخلاف ما بنعمله في المزارع الكبرى. احنا عندنا مزارع، كنت بتكلم انا وباشمهندس، مزارع ب 300,000 فدان او المزارع المعده للتصدير. المزارع دي بتتحلل العناصر فيها جوه مصر وبره مصر، والسوبر ماركت اللي بياخد مننا، اللي بيستورد مننا، مش دوله يعني، بتبقى عباره عن سوبر ماركت كبير جدا بيستورد مننا، بيحلل عنده، وعنده اشتراطات للعناصر اللي موجوده، حتى المبيدات، الريزيديوس، المطابقيات، والام ار ال بتاعت المبيدات اللي هي اقل نسبه مطابقيات مسموح بيها، لو زادت عن حدها بيعدم المحاصيل دي كلها. طب احنا يعني بنزرع الحياه لغيرنا، بنصدر لهم الحياه بالمواصفات القياسيه العالميه. طب احنا بنعامل نفسنا ازاي يا فندم؟ عندك الارض مرويه ميه مجاري عن عناصر ثقيله وبتنزل للسوق، الناس بتاكلها عادي، مفيش اي تحكم. الفلاح يهمه ان الدوده ما تاكلش محصوله او الافه ما تاكلش محصوله، فبيرش مبيدات بطريقه عشوائيه غير محسوبه، وبالتالي بتنزل الاكل مسرطن وملوش اي حمايه حد يقول يا جماعه لا ده الحاجات دي فيها كذا او يمنع. لا عندكش جهاز حمايه مستهلك يحمي نفسك. انما رجال الاعمال يهمها ايه؟ يهمها الفلوس، الماني. هتصدر بالمواصفات القياسيه اللي المستورد عايزها، فانت ما عندكش حمايه للمستهلك. فهي عشوائيات متداخله تداخل غبي، واخد بال حضرتك؟ وعشان تعمل هيئات من الاساس محتاجه فلوس كتير جدا جدا. وفي نفس الوقت لو انت عملت مثلا لجنه حمايه المستهلك وجينا اعدمنا محاصيل بتاعت الدلتا دي كلها، تخيل بقى الناس دي هتصوت وتقول ايه؟ لانك ما عندكش جهاز ارشادي اولا. ايوه، ولو عندك جهاز ارشادي مين يسمعه؟ يعني ما عندكش وزاره الزراعه. المفروض ان هو موجود في وزاره الزراعه. جميل جدا، غير مفعل. الارشاد الزراعي يا فندم خلينا واقعيين. النهارده المرشد الزراعي لما ينزل عايز يشرف على 100 فدان مثلا، انما تفتت الحيز الزراعي ده عنده قراط وده عنده قراطين وده عنده 3 وكل واحد زارع حواليه، المشرف الزراعي ينزل يعمل ايه؟ هيديهم معلومات يعني. مين الفلاحين اللي بتزرع ينزل مين؟ ينزل القراط والقراطين، ده زارع كوسه وده زارع بسله. مفيش دوره زراعيه، مفيش ماشي، ما عندوش دوره زراعيه، مفيش دوره زراعيه، بس ولا على توحيد الاقل للمحاصيل. هيتعامل مع الامر الواقع. طيب مفيش توحيد للمحاصيل. حتى لو اتعامل مره النتيجه المرجوه هتبقى زيرو. يعني هو في مرشد زراعه وفي جمعيه زراعيه، انما غير مفعله لان النتيجه المرجوه زيرو. الجمعيه الزراعيه عايزه ايه؟ احنا عايزين يا جماعه نترات، عايزين مش عارف شويه يوريا، طب نحاول ندبره لكم. لو سالوا المرشد الزراعي، هو الفلاح ما بيسالش على فكره، الفلاح خلاص هو عارف الحياه التقليديه بتاعته بيعملها وخلصت. وحتى لو سال هل هينفذ ده؟
وحتى لو نفذ طيب. انا كجهاز حمايه مستهلك هقول له اللي انت نفذته ده او انا ما المطبقات اعرفش بقى المبيدات. ينفع اعمم من وحي كلام حضرتك الكلام ده، بس حضرتك صح. معنى كلام حضرتك كده ان كل ما تنتجه الدلتا والوادي من محصولات زراعيه ومنتجات زراعيه غير صالحه للتعاطي الادمي؟ لا ما فيش اي كنترول، مش الدلتا والوادي بس، كل مزروعات مصر والحيزات الصغيره اللي بتنزل السوق غير صالحه للتعاطي مش غير الادمي؟ صالحه، ما خليناش غير صالحه، انما مش بنفس المقاييس العالميه اللي احنا بنصدر بيها. واخد بال حضرتك فيها متبقيات مبيدات، هذه المتبقيات ضرب الانسان. خليني اوضح، وخلينا نوضح حاجه تاني عشان الناس بس حضرتك. ما يجيلهاش اكتئاب هجيلك نفسي. حل. واخد بال حضرتك هذه المتبقيات لما بتنزل السوق طبعا النبات بيدبل، بيفقد جزء من الميه بتاعته، بيعمل مش عارف ايه، انما فيها متبقيات وعناصر ثقيله مضره في معظم المحاصيل، مضره، خلينا واقعيين. تمام. وبعدين ايه اللي يحكمني بيني وبينك غير جهاز ليه مقاييس عالميه زي المقاييس اللي بصدرها؟ احنا ما عندناش لجنه حمايه مستهلك، ما عندناش، وما عندناش كردون. لا جهاز حمايه المستهلك ده مش ما فيش يا فندم. هو جهاز، انا متخيل جهاز حمايه المستهلك ده يعمل ايه؟ زي ما بتعامل ان انا بصدر للمواطن الاوروبي احلى ما عندي او بالمقاييس العالميه اللي تضمن صحه البني ادم، المفروض اعامل نفسي بنفس المقاييس. اعامل نفسي ازاي؟ انت عندك مثلا منطقه زي منطقه مثلا دهليه كذا كذا كذا، يبقى على البوابات في اي واحد هينزل محصوله يبقى لازم ناخد عينات من المحصول ده قبل ما تنزل السوق، ونقول له اوكي خد التصريح، يعبي الحاجات دي كلها، او يبقى في جهاز تعبئه يعبيها ويدي يعني تصريح ان هذا النبات او هذا المحصول صالح للاستهلاك الادمي لانه يطبق جميع المعايير والمقاييس الصحيه والعالميه. تمام. واخد بالك؟ ده احنا ما عندناش فيه، واتمنى ان يكون عندنا جهاز للبيئه او تبع وزاره الزراعه او ايا كان، جهاز اسمه جهاز حمايه المستهلك، مش المنتجات الزراعيه بس، لاي منتجات يستعملها الشعب المصري. وده هيدينا ان الشعب المصري حاسس ان حكومته، واخد بال حضرتك، خايفه عليه. لازم المواطن يستشعر بده. انما احنا عندنا عشوائيه، والحكومه افرادها ما عندهمش الفكره، المشاكل المصدره لهم كتير. تمام. اتفضل يا باشمهندس. هو الحقيقه في جهاز عشان بس المستمع والمشاهد يبقى يعني الامور واضحه قدامه شويه. هو في جهاز لحمايه المستهلك، ما ده اللي انا بقوله للدكتور. أيوة. لكنه الدكتور خالد قصده انه الجهاز ده ما عندوش الاسلحه والادوات اللي تخليه بطريقه تكنيكال او طريقه فنيه يقدر ان هو فعلا يقيم المنتج الزراعي ده هل هو ضار للانسان ولا لا. هو بيتكلم الجهاز لحمايه المستهلك عن الاسعار. لا خليني بس اوضح حاجه. لا معلش، هل جهاز حمايه المستهلك اللي تقصده هل بينزل ياخد عينات من لا خالص. نهائي. انت عارف المنوط ده بيه ايه يا فندم؟ المنوط ده بيه اللي هو بالنسبه للمبيدات المعمل المركزي للمبيدات. عارف ساعتك بيعمل ايه في المعمل المركزي للمبيدات اللي تبع وزاره الزراعه؟ بينزل ياخد عينات بعد ما تنزل السوق. سي مثلا حصل فشل كلوي، المفروض حصل سرطانات، المفروض قبل وهي في الغيط وهي في الغيط اللي بيحصل بقى ايه؟ بياخد مثلا عينات، يجي يقول لك والله نسبه الكبريت او نسبه العناصر الثقيله بنسبه كذا كذا والشعب المصري يتحملها. حصل فشل كلوي وحصل مشكله. يعني ايه الشعب المصري يتحملها؟ يعني مش هتضر قوي غير بعد كام سنه، لان الاثر بيبقى متراكم. لانك لما بتاخد مثلا عنصر ثقيل مش بيظهر المرض على طول، في اكيوميوليشن افكت، يعني بيفضل العنصر يتراكم بس هو غلط طبعا بس هو غلط انه طبعا، لانه ممكن يظهر انت عندك بعد سنه، يظهر عندي بعد سنتين حسب الجسم، وممكن الانسان يموت قبل ما يظهر عندي. قصدي تناولها من الاساس غلط. طبعا غلط. انما الاثر ايه؟ احنا كشعب مصري يقول لك لا، الحاجه اللي اكلها دلوقتي ما تونيش حالا زي الفل كده. وزاره الزراعه مدن. انا عايز بس يعني كفلاح بقى اتكلم. هو بس انا عايز اكمل الجزئيه بتاعت اتفضل. لو نزل مثلا لقوا مثلا في حاله فشل كلوي كتيره قوي، ياخدوا العينات دي يقول لك والله ده فيه فايلنت. يعني ايه ده؟ السبب ان البطاطس اللي نزلت فيها عنصر كذا. طب انتوا نزلتوها ليه من الاساس؟ بس ما فيش استراتيجيه تقول او سياسه تقول. هو يعني عنده من الادوات او القدره ان هو يمنع نزول صنف معين باي قانون. ما انت ما عندكش قانون في الوزاره يقول ده، ما عندكش قانون في الدوله يقول ده. طيب لازم تعمله. يبقى كده المركز ما قصرش، هو بيرصد. هو شاف شغله، هو بيرصده بس، هو بيشاف شغله، لكن ما عندوش من الاداه انها تمنع وصول ده ليد الآلية. مش اداء، وما عندكش قانون يقول ان انا همنع المحصول بتاعك ده من النزول لانه فيه عناصر ثقيله. ما دي لجنه حمايه المستهلك، المفروض لجنه حمايه ينبثق منها جهاز للزراعه للمحاصيل الزراعيه اللي استعمال المبيدات العشوائيه، استعمال الصرف الصحي بدون معالجه. طيب عشان باشمهندس حسن يكمل فكرته، اتفضل يا فندم. الحقيقه انا عايز يعني مش عايز اخرج بره الموضوع اللي الدكتور خالد اتكلم فيه، لكن انا عايز اوضح لحضرتك حاجه حصلت من 200 سنه.
مصر اثناء النمو والصعود بتاعها، النجم كان في صعود ايام محمد علي. وصادف هذا الحرب الاهليه الامريكيه وازدهار زراعه القطن في مصر، وكان سبب في ثروه مصر. في هذه الفتره لم يكن متاح للافراد في مصر تملك الارض الزراعيه، كانت الاراضي كلها ملك الدوله. وخرج محمد علي وعمل المصارف والترع، ومصر تحولت الى اكبر مزرعه قطن في العالم. الحقيقه اللي فطن لمصادر الثروه هو الاجانب، قالوا هي مصر اغتنت ليه؟ لان الاراضي كلها ملك الدوله. لما محمد علي اصيب بانكسار واضطر ان هو يوقع بعد موقعة نافارين، يوقع معاهدة لندن، البند الرابع هو اخطر بند في هذه المعاهدة. يعني هو اتعمل مش عارف تحديد عدد الجيش، مش عارف وراثة الأسرة العلوية. البند الرابع وهو إلغاء احتكار الدولة المصرية للأراضي. إلغاء احتكار الدولة المصرية للأراضي. ده كان شرط أساسي في ده وحش. شرط جرد مصر، جرد الدولة من سلاح جامد جدا كان بيسبب لها الغنى. ده حقيقي. يعني واخد بال حضرتك، كانت الدولة بتتقاضى ضرائب سواء جزء من المحصول أو أي حاجة من الفلاح، وكانت دي قوة الدولة في ملكيتها للأراضي، وبتمنع تفتيت الرقعة الزراعية. فتت ازاي؟ فالحقيقة مصر لازم تدرك قيمة مواردها. احنا لازم نقوم بحملة توعية ضخمة جدا. احنا بنعتدي على شيء يمس حياتنا. يعني مش عايز اقول لحضرتك سواء الاعتداء على الارض الزراعية، سواء الاعتداء على الموارد المائية الملوثة، الترع والمصارف المصرية، شيء لا يصدقه عقل. حضرتك لما بتروح انجلترا، كوباية المية اللي حضرتك بتشربها في الفندق انت اتشربت قبل كده 7 مرات. ايه ده؟ اتشربت 7 مرات. اتشربت ونزلت في المجاري واتعالجت ورجعت تاني. احنا بنحترمش مواردنا، واخد بالك؟ لا يوجد احترام للموارد، بنلوث مواردنا. الحقيقة الحدوتة متشابكة لها علاقة. ده مش حلو. لازم يبقى فيه معالجة لمياه الصرف. لازم يبقى فيه تحديد برامج تحديد النسل يا فندم. النهارده الانفجار السكاني احنا بنسابق في يعني الحقيقة الاعتداء على الارض الزراعية مرتبط بالانفجار السكاني طبعا. حضرتك يعني مش واخد بالك. توجيه التعليم، احنا بنوجه التعليم فين؟ احنا رايحين فين؟ انت عايز تخلق طبقة من الفلاحين الجدد المتعلمين اللي بيزرعوا الاراضي الصحراوية. انت عايز تعمل رعاة بقر وإبل مصريين جداد يمشوا بالسيارات الفور ويل درايف في الصحاري يطاردوا قطعان الإبل والمشاية. انت محتاج نظرة جديدة. انت محتاج انك انت تعمل مصانع. يعني صورة الفلاح النمطية او التقليدية دي غير صالحة للسنوات القادمة. انتهت. لا خلاص انتهت. انت بتستعمل الطاقة الشمسية. احنا مش فلاح على فكرة، منتج زراعي. منتج زراعي او عايزين مهندس زراعي، يعني مش هيبقى فلاح بقى. يعني لا فني زراعي يا فندم. لا انا قصدي حد دارس زراعة، فني زراعي. انا بتخصص. انا النهارده متخصص في شبكات ري، انا النهارده متخصص في اصلاح جرارات زراعيه، انا متخصص في اصلاح توصيلات المرآة بتاعه الطاقه الشمسيه اللي بتولد لي طاقه بتنور لي القريه بتاعتي. احنا لازم ندرب الشباب على صناعات جديدة لها علاقة مباشرة بالزراعة. لازم الفلاح النمطي أو التقليدي اللي هو في الريف زمان كان يصحى الصبح ياخد المواشي ويروح الغيط ده والساقية والأرض والحاجات دي. تقلص مش خلص، تقلص. لا أنا قصدي في الخطة الطموحة دي ملوش دور. ده أنا هقول لحضرتك حاجة هيرد عليها الدكتور خالد حالا. حضرتك تعرف انك انت لو عملت مراعي صناعية في منطقة توشكا ومنطقة العوينات وابتديت تدرب الاخوة في النوبة على الرعي مساحات واسعة، وابتديت تقلل من زراعة البرسيم في الوادي والدلتا الذي يستخدم كعلف للمواشي،
ورحلت صناعه ورعي المواشي للمنطقه دهيت، الدلتا والوادي تكتسب 1.5 مليون فدان بيتزرعوا برسيم، ممكن يتزرعوا قمح في الارض السمراء. يعني انت اوجدت مجرد تنظيم اداره الارض الزراعيه. انت اوجدت بديل للمواشي ممكن يتم الاستغناء عن البرسيم. انظم العمليه الزراعيه. الموضوع محتاج نفس طويل، رؤيه، مفهوم. القدرات بتاعت الاخوه في النوبه رائعه في الرعي، في حلايب وشلاتين رعاه بالطبيعه، تطوير. لا غير كده يا باشمهندس كمان، انا مصداقا لكلامك مش بقاطعك، ان احنا المره دي انا هقطع حضرتك معلش، في المره دي الفاصل عند حضرتك معلش. معقوله هنخرج لفاصل المره دي. وكل مره بقطع الباشمهندس حسن لكن ده الفاصل الاخير نخرج اليه، وبعده ان شاء الله نحاول ان نجمع شتات بعض الافكار اللي طرحناها مع ضيفي الكريمين، وده كان من بعض الحلول في نهايه هذا النقاش هنأكد عليها ان شاء الله. ابقوا معنا. اهلا بكم الى الجزء الاخير في حلقه الليله. اعود اليك هذه المره دكتور خالد مباشره، لانه حضرتك كان عندك تعقيب فيما يتعلق بتغيير انماط الحياه البشر مع يعني تفتت الارض الزراعيه او صغر ملكيه الارض الزراعيه، او حتى تبوير بعض الاراضي وبناء مش عايز اقول مجمعات سكنيه او البيوت عليها يعني بشكل او باخر. حضرتك كان عندك تعقيب على فكره تغيير انماط البشر يعني. وانا مش فاكر ايه بتاع، انما طبعا هو تغيير انماط البشر، لان هذه العشوائيه في السلوكيات في القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وحتى الناس سلوكها واستعمالها الميه، مفيش اي حاجه تجرب. يعني احنا النهارده بنعاني ندره في المياه، ومع ذلك استهلاكنا في الميه وعبثنا في مقررات المياه بتاعتنا هي واخد بال حضرتك. الحياه غليت، انما تبص تلاقي انماط البشر السلوكيه ما اتغيرتش. لا هو كان الباشمهندس طارح فكره انه احنا الشكل الفلاح هيبقى شكل تاني مختلف. لا هو ما عادش. بص حضرتك يعني هو يمكن بيتكلم شويه عن التنميه البشريه اكتر، يمكن دي الفكره حضرتك كنت عايز تعقب بالظبط. عليها. انا افتكرتها كده كويس. كده افتكرت. لا طبعا هو بص حضرتك، هو يعني انا ضد حاجات التنميه البشريه قد ما هي تغيير انماط سلوك البشر. بمعنى المزارع والفلاح العادي ما بقاش موجود. يعني كان زمان فلاح بيجي في الارض، حتى لو بيتعلم تعليم متوسط مثلا وبقى قاعد في الارض، خد مثلا 5 فدادين اللي هم وارثهم من ايام 52 ديت. ال5 فدادين دول اتقسموا مع الميراث، اصبحت قيراط او 2 او دخلت في اراضي ثانيه، بقت العيله اللي خدت 5 فدادين مش موجوده لانها اتفتتت مع الميراث، واصبح القريه نفسها فيها الدكتور وفيها كذا وفيها كذا، ما فيهاش مزارعين. وحتى الزراعه نفسها اللي بيقيم بيها ما بقاش زراعي صرف، واخد بال حضرتك. وتحولت القريه من قريه من بلد او ريف معين متعارف عليه. يعني عندك الريف الاوروبي او الريف الامريكي او اي ريف مختلف، حتى الحيازات بتاعته مختلفه. احنا الريف بتاعنا كان ليه سمه بسيطه كده جميله، تغيرت وتحولت الى سوق عشوائي زي الاسواق العشوائيه اللي انت شايفها على اطراف المدن. بتحس انه ريف. والارض الزراعيه لما تيجي تبص لها ما تلاقيش متناسقه، تلاقي حته خضراء، حته مش عارف ايه، حته ايه، دي ما تقيمش اقتصاد. غير ان انا الكلمه اللي انا قلتها قبل كده، ان ما عندكش دي ما تخلكش انك تقيم حياه اقتصاديه امنه او الامن الغذائي القومي. ما تقدرش تعمله، لان الغذاء التعدي على الارض الزراعيه هو امن قومي غذائي. دي جرمه. يعني انت لما تقول لك النهارده امن الدوله انت بتحبسه، انما واحد بيتعدى على غذائك وبيتعدى على الاجيال المستقبليه ما بتحبسوش، حتى الغرامه بتبقى تافهه. فلازم الناس يبقى في ردع قوي، قانون قوي يرضع الناس دي كلها، ويتوافق او يتزامن هذا القوانين او تنفيذ القوانين مع تغيير انماط البشر عشان تستوعب تنفيذ هذه القوانين. عظيم. واخد بال حضرتك؟ باشمهندس احنا بس نقطه كنا ذكرناها في مقدمه الحلقه ما تعرضناش ليها بشيء من التفصيل، وهي مسألة النحر اللي بتتعرض ليه الدلتا بسبب حركة المد والجزر في البحر المتوسط. إلى أي مدى ده بيساهم أيضا في ترسيخ المشكلة أو بيأثر إلى أي مدى على الدلتا؟ هل تأثيره محدود ولا تأثيره قوي؟ وفعلا لابد أن ننتبه لهذه المسألة. شوف حضرتك، احنا ما نقدرش نلعب قمار. أولا ارتفاع درجة الحرارة على الكرة الأرضية، بعض العلماء بيقولوا انه هو البحر الابيض سوف يرتفع في ال50 سنة القادمة الى حوالي يمكن
50 سنتي. ده معناه انه ممكن جدا جدا نفقد اجزاء ضخمه من شمال الدلتا، وده هيعمل هجرات وضغط على الوادي. الحقيقه انا كنت اتوقع انه بعد الانتهاء من توسعات قناه السويس انه الكراكات اللي اشتغلت في المجرى الملاحي الجديد يسند اليها مشروع قومي لحمايه الدلتا وتعميق البحيرات المصريه الشماليه، بحيث انه الكراكات دي تدخل في البحيرات الشماليه وتبتدي تعمقها. تعميق البحيرات يخفض درجه الحراره بتاعت المياه، يبقى جاذب للاسماك. لما بتبقى البحيره ضحله الشمس بترفع درجه الحراره، بتبقى طارده للاسماك الكبيره. تمام. لو حضرتك عمقت البحيره بتاخد ناتج التعميق، ناتج التطهير، وبترميه على ضفاف البحيره على اليابسه، وبتكون حائط ترابي يساعد على حمايه الدلتا من انه يعتدي عليها البحر. يعني لكن فكره المصدات اللي ممكن نشوفها في اسكندريه مثلا، حواجز الامواج الخرسانيه دي، لا دي حواجز امواج ومكلفه جدا، وما تقدرش انك انت تحمي 1000 كيلو على امتداد الدلتا كلها. ما تقدرش. ما هو انت لازم تحمي الشاطئ من بورسعيد لغايه السلوم، دي حوالي 1000 كيلو. فحضرتك هتعمل حواجز امواج، مش ده المطلوب، لانه البحر اصلا هيعلى مش امواج. يعني هي من حيث المبدأ الفكره مش هتنفع، وبالعكس هناك حواجز امواج ان لم تدرس جيدا بتكون مشكله. يعني بحيره البردويل تعرضت لخطأ بيئي خطير. حاجز امواج اتبنى قدام المغاز بتاع بحيره البردويل، وبحيره البردويل كانت عندها القدره على اطعام مصر كلها من الاسماك. لما اتعمل حاجز الامواج في البوغاز لخطأ هندسي ابتدت تقفل، وابتدت تترسب الرمال في البحيره، وما بقتش منتجه للاسماك بنفس القدر اللي كانت منتجه بيه من 30. ما التفتوش للخطأ ده يا باشمهندس؟ هو حاليا الحقيقه الهيئه الهندسيه بتعمل تطوير لبحيره البردويل وبتسترجع قيمتها الاقتصاديه. لكن هذا المشروع يجب ان يعمم على 14 بحيره اللي في شمال الدلتا. دولت الحقيقه خط الدفاع الاول ضد النهر وضد اعتداء البحر الابيض على طب عشان الفكره تكون واضحه اكتر، انت حضرتك هتعمقها؟ هعمق. هتسحب ميه مثلا من البحر؟ مش هسحب ميه ولا حاجه، انا هاخد التراب اللي انا عمقته ناتج التطهير اللي لما نزلت تحت هحطه على الشاطئ وهبني حائط زي اللي كانوا اليهود بنينه على الناحيه الثانيه، زي حائط بارليف. هحمي الشاطئ ده وهستحدث ارض جديده. ده هيحد برضه من ارتفاع مياه البحر، هيحد من مع التوقع بارتفاع درجه حراره الكره الارضيه كلها. اكيد. هو ده ده هيحمي الدلتا من تداخل البحر جوه الدلتا. ده نمره واحد. اولا هستحدث اراضي جديده اقدر تبقى منتجعات، مش ضروري تكون زراعيه دي، لان خلاص دي ارض استحدثت. اليهود على فكره جم قدام حيفا وراحوا عاملين ارض جديده، عمقوا البحر وخدوا التراب وراحوا عاملين ارض جديده، وقال لك اديكم كنتوا عمالين تقولوا علينا خدنا فلسطين، ادينا عملنا ارض جديده. هولندا كلها معظمها برضه ردم بحر. واخد بال حضرتك؟ فانت لازم ينفع لفظ ردم البحر ده؟ اكيد. اكيد تعميق. وبعدين كنت اتوقع ان احنا نتعاون مع اليابان، متفوقين جدا في دراسه الكائنات البحريه والطبيعه البحريه. بعد ما تعمق حضرتك تستزرع قاع البحر بحيث انك تحط طحالب فيه تزود محتوى الاكسجين في مياه البحيرات دي. يبقى اصبح محتوى الاكسجين مناسب جدا ان هو يستضيف اسماك كبيره الحجم ومتوسطه الحجم. درجه حراره المياه اصبحت بارده الى حد ما تسمح باجتذاب الاسماك وتربيه الاسماك بكميات ضخمه. الحقيقه الموضوع محتاج حكمه واعاده اكتشاف موارد وعلم. بدون ما نكون عندنا منظومه متكامله
جديده فكره مساله تعميق البحيرات دي، لانه كان وزراعه معظم الطحالب دي برضو مساله لانه معظم ما كان يثار في هذا السياق كان بعض الناس بتتكلم على مصدات الخرسانيه دي لمياه البحر. ده فكر سطحي اذا سمحت لي، لانه مصدات وحواجز الامواج هي في مناطق التي يعتدي عليها اللي فيها امواج. جوه البحيرات الحقيقه ما فيش عندك امواج، انت عندك مسطح مائي تقريبا مغلق. انت عايز تحط حواجز الامواج، ممكن قدام الشواطئ في الاسكندريه مفتوحه ومعرضه لهجوم من الامواج في الشتاء اثناء العواصف والنوات. لكن لما يكون عندك البحيرات المصريه محتاجه ده بمنتهى الحكمه والعلم ازاي تعظم القيمه الاقتصاديه لهذه البحيرات. يعني هقول لحضرتك حاجه، في مرحله تطهير قناه السويس في الثمانينات، في اواخر السبعينات لما فتحنا قناه السويس بعد 73 حصل خطأ تعميق قناه لسماح بمرور ناقلات البترول. خدوا ناتج التطهير ورموه على الشواطئ الضحله في البحيرات المره، وبالتالي تم ردم كل الطحالب والاعشاب البحريه وقل عمق البحيره. هذه اخطاء تصيب البيئه في مقتل. يجب دراسه الانعكاسات والتاثيرات البيئيه على اي مشروع. تمام. حضرتك الموضوع كبير بس واضح انه حضرتك مهتم بموضوع البحيرات، يعني هي شغله مساحه قوي من اهتمام حضرتك. لا انا مزارع، ويهمني انه اي موارد عندي اقدر اعظمها واستفيد منها. دكتور خالد عارف احنا فلاحين واي حاجه تمام. بنقدر نستفيد منها. فيما بقي من وقت، اذا كان يعني نحدد كده في نقاط محدده الحلول من وجهه نظر حضرتك ووجهه نظر الباشمهندس طبعا فيما يتعلق بتبوير الاراضي الزراعيه او الاعتداء على الاراضي الزراعيه. انا اقول لحضرتك حاجه، هو طبعا في بريوريتيز، يعني اللي بيقولوا الباشمهندس ده جميل جدا، اولويات. اولويات. يعني مثلا لو زرعنا عرض، بقول لك ده بيصرفوا فلوسهم على العرض وحاجات كده، في اولويات. انما انا عايز اقول للحلول اننا نحصر ما تبقى من اراضي زراعيه وتغليظ العقوبات لاي حد هيبني او يغور على ارض من الاراضي ديت المخصصه للزراعه. يعني اول خطوه نوقف الاعتداء ونحصر الاولا، حصر الأراضي. لان على فكره الاراضي الزراعيه اللي انت النهارده بتبور 500,000 فدان، ده بينعكسوا مثلا ل1.5 مليون قمح بيضيعوا عليك، وبينحصروا لضياع 2 مليون رز، ده على سبيل المثال. فالمساله وبعدين بتتحسب عالميا ايه الاراضي الزراعيه اللي موجوده على الكره الارضيه. المساله مش كده، مساله ان الغذاء على الكره الارضيه قد ايه. فانت النهارده بتبور في مصر هنا بتضر دول تانية يعني على فكره يعني. انما اول حاجه للحلول عشان وقت البرنامج هو حصر ما تبقى من اراضي زراعيه. تمام. واخد بال حضرتك، تغليظ العقوبات وتوصل للسجن احيانا. اللي بيبني عماره مثلا على ارض زراعيه تتاخد منه بالكامل مصادره يعني. ومصادره ويهدها على حسابه، صاحب المالك يهدها على حسابه ونصته على فلوسه، وتتحول الى اراضي زراعيه. بلاش نصته دي. انا لسه نحط حراسه، نحرس نحط حراسه. حضرتك بتقول نصته على فلوسه. لا ما يعني نحجر على فلوس بقى ايه؟ طيب نسميها ايه؟ مصادره امواله بما يتفق مع زراعه اراضي اخرى، عشان يعني عقوبه تخلي اي انسان يرضى عليها. ده بالنسبه للاراضي بتاعت الدلتا. وبعدين الاراضي دي نعوضها في اراضي صحراويه او مدن جديده. على فكره الاراضي الصحراويه بعد فتره بتتحول اراضي سمراء. مظبوط. يعني ما تفتكرش انها ارض سمراء بتفضل على طول. ده يعني طبعا بيتاخد اللي هو الطمي اللي ورا السد العالي. لا المواد العضويه هي يعني عندك زرعت مثلا قطن، وزرعت مثلا بلاش قطن، زرعت مثلا ذره، زرعت فول، زرعت كذا، الحاجات الدبالي اللي تحت دي مع الوقت بتتحول لارض سمراء. الدبالي ده اللي هو الفضلات والمخلفات بالظبط. منها. والارض السمراء كانت في يوم من الايام طبعا انت الطمي بيرويها. طب بمناسبه الطمي اللي ورا السد ده مش ممكن الاستفاده منه؟ طبعا، بس في بدائل يا فندم. يعني احنا لما بنيجي مثلا نستصلح حته ارض، انا ما بستعملش على الطمي لان الطمي العادي دوت بيبقى فيه اكروسات وفيه افات وفيه بلاوي زرقاء، والمناطق الصحراويه دي اسمها فري زون اريا، يعني مناطق خاليه من الافات. يعني الطمي ده مش كله صالح. مش صالح يعني. لا مش كله صالح، وهو بقايا. ده انا بنقل امراض تانية لمناطق تانية خاليه من الامراض. انما طبعا في بيتموس وفي حاجات للاستصلاح، وبتحط جبس زراعي وحاجات زي كده وطبقات، ومع بعض بتزرع فول وبتزرع برسيم، وبتزيد خصوبه الارض مع الزمن.
انما حكايه ان انا الطمي من حته لحته، ده انا بنقل المرض من حته فيها مرض لحته ما فيهاش مرض. اشمعنى الفول والبرسيم؟ لان هي مواد عضويه بقوليات ذات قيمه بتعمل خصوبه الارض. يعني انا لما بزرع بطاطس في عقد ازوتيه في بالظبط كده، انا بزرع بطاطس لازم بعديها مثلا فول او بعديها حاجه من المحاصيل، عشان ايه؟ المحصول اللي بيجد الارض زي القطن لازم يعقبه محصول يزود خصوبه الارض. تمام، واخد بال حضرتك؟ تاني حاجه طبعا احنا عملنا حصر الحاجات ديت، ابتدي اعمر المدن. المليون ونص فدان في شركات بتاخد الحاجات ديت حق انتفاع. انما لازم نعيد زي ما قال الباشمهندس كده ان الدوله تمتلك ارض لسد الاحتياج المحلي او الشعب، ويبقى فيه تنميه مستدامه للاجيال اللي جايه. لازم نبتديها النهارده. وبعدين انا بقول مشاكل مصر مشاكل متشابكه عشوائيه. مصر دوله كبيره انما عليها ضغوط كتيره جدا جدا من دول كتيره متكاتفه، واحنا ما عندناش ما يساندنا من دول. يعني احنا يعني تحدياتنا كتير جدا، مش عايزين نخش في امور سياسيه. بس كل المشاريع دي كلها او كل الناس لازم تفكر في بوتقه واحده خارج الصندوق. عظيم. اتفضل يا باشمهندس، اذا كان من حلول في نقاط محدده. والله انا هستكمل ابني على اللي الدكتور خالد قاله. انا اعيد تغليظ العقوبات، لكن كمان انا اعيد تدريب وتجهيز الوحدات بتاعه الحكم المحلي المتواجده في القرى. ولازم استحدث وظائف مثل الحرس البلدي او الحرس الوطني، لانه الشباب الحقيقه يجب ان هم ينتشروا وان هم يدربوا وان هم نخلق. يعمل ايه الحرس البلدي او رقابه اولا على فكره الاعتداء على الارض الزراعيه. الاعتداء على الارض الزراعيه، النظافه، الناس نفسها. ايوه الحقيقه دي تجربه فشلت ان هم يكونوا من نفس القريه للاسف. احنا عايزين ما يكونوش من نفس القريه، لانه بالظبط، لانه الحقيقه للاسف بيحصل تواطؤ. خلينا نقول كده. لكن انا احب اشوف انه كل مجموعه قرى او كل مركز او كل محافظه فيها مصنع كبير لتدوير القمامه. استحدث مشروعات للشباب، كثافه عاليه من العماله، فرز القمامه، لانه على فكره القمامه هي قد تكون المنتج الاول للريف الحقيقه. يعني القمامه النهارده الورق والبلاستيك، واحب اشوف في كل محافظه اكثر من مصنع لتدوير القمامه وفرزها واستحداث يعني وظائف للشباب. احب كمان الحقيقه انه الدوله تعيد تدريب الشباب، لا تكتفي بالتدريب العسكري كالخدمه الوطنيه، بل استحداث انماط جديده من الوظائف. مش عايز يعني استفيض، لكنه الحقيقه انا هكتفي بهذا القدر، لانه انا اعتقد ان احنا شرفنا. جمله في سطرين، جمله واحده. طبعا اللي هيشرف على الحاجات ده جهاز اداري من الحكومه. لازم تفعيل سياسه التنقلات في كل اجهزه الدوله، عشان اي حد بيداري او بيتواطأ مع مخالفه نجيب المتواطئ ده اللي ماضي على الموضوع ده، انت كنت فين؟ حتى لو اتحال على المعاش. سياسه التنقلات المستمره للمحليات والاجهزه الرقابيه. أشكركم شكرا جزيلا في ختام هذا اللقاء مهندس حسن شعبان نائب نقيب الفلاحين السابق. شكرا جزيلا لك يا باشمهندس. شكرا جزيلا لك دكتور خالد عبد العزيز عياد الأستاذ بمركز البحوث الزراعية. شكرا لك يا دكتور. شكرا جزيلا لحضراتكم في ختام هذه الحلقة. غدا إن شاء الله حلقة جديدة معكم مع الناس. إلى اللقاء.